مساء الفل والهنا والسعادة والحب والقوة عليك يا حبيبة قلبي، وحشتيني قد كده من امبارح. في فيديو بعت لنا انا مش عارفة الفيديو ده اللي هي بعتته هي كانت قصدها انها بتتريق ولا انها بتتكلم بجد. الفيديو ده يعني حد بعته لنا بيقول يا جماعة ليه ما انتوا عندكم فقرة فاشن او فقرة موضة ثابته في البرنامج، فليه ما تعملناش حاجه زي كده؟ ايه بقى اللي هي حاجه زي كده ده؟ اوتفيت المقابر، اللي هو لبس المقابر. استاذه دون ذكر اسماء مطلعه اللبس الاسود الفاشن الموضه عشان معرفش تروح تزور باباها ولا مامتها، والجزمة عشان رايحة المقابر فتبقى إن وهي رايحة تزور باباها في المقابر، استغفر الله العظيم، زي ما احنا شايفين. تلبس النضارة الإن الموضة عشان هي رايحة المقابر. هتكلم زيها بالظبط في الفيديو. يعني احنا بنشوف الناس دلوقتي في العزا بيروحوا بألمازات كتير، وبقى من طويل بنطلونات لجوبات لقصير لأقصر لأوسع لأضيق لحاجات بسيطة عشان ما يبقاش شكلنا شاحب واحنا رايحين نعزي، لبقى شوية ايلاينر، لبقى فول ميك اب، لوصلنا لأوتفت المقابر عشان ابقى ان وشيك وانا رايحه ازور ابويا او امي الله يرحمهم في المقابر. يعني مفيش حرمه خالص، مفيش حرمانيه يعني. البنوته اللي بعتت الفيديو ده انا مش عارفه هي بتتريق عليها ولا هو عايزيننا فعلا في البرنامج نعمل هو انا مختلة عقليا يعني عشان اطلع اعمل ران واي، ولا اطلع موديلز يورونا هنلبس ايه واحنا رايحين نزور الاموات في المقابر؟ يا وصلنا كده يعني. اكيد انا مش عقلي ما راحش مني لدرجه ان انا اعمل فاشن شو واحنا رايحين المقابر عشان الموت ليه حرمه، عشان ده دار الحق. فمش معقول كمان واحنا رايحين دار الحق او احنا رايحين نزور اهالينا وامواتنا هعمل اوتفيت للمقابر. ايه ده؟ يعني بنروح نعزي نلاقي حاجات غريبة. في ناس بقى بتحط روج احمر في العزا وايلاينر السحبة الكات اي وشعر جدا وويفي وهايش كل واحد حر. ماشي يعني ما يعني هنقول ايه؟ ست مهتميه نفسها بزياده وهي رايحه تعزي، مش هقدر اقول حاجه غير كده. لكن كده اهو وانا رايحه ازور بابي بالجزمه دي مش ممكن يكون عشان اطلع ترند يحصل كده. ما فيش مواطن من اهلها، جوزها المحترم، مامتها، اخواتها، صحابها، الله حرام اللي انتي بتعمليه ده، عيب، ما يصحش كده. اعمل فيديو وانا رايحه ازور بابي في المقابر؟ لا حول ولا قوة الا بالله.
ما هذا؟ واقفه وبتصور. انا لما بروح لبابي في المقابر ببقى حزينه، المفروض يعني حتى لو احنا مش محجبات احتراما للمقابر بنحط علينا اي حاجه، ولو ما حطيناش بنلم شعرنا، مفيش ميك اب، نلبس اي حاجه بكم واسعه، بنطلون طويل، ده اللي انا اعرفه. لكن انا رايحه ازور بابي في انا وبعدين واحنا بنتتبع هذا الفيديو لقينا بقى انه هيبتدي ياخد اهو ترند بقى، ابتدت في ناس تحاول تعمل زيه. فانا مش بس طالعه ارد دلوقتي على البنوته اللي قالت لي هو احنا ليه مش بنعمل فاشن شو مقابر. ده مش اوبشن اصلا، ده مش طبيعي، ده مش عادي. مفيش حاجه اسمها لا فاشن ولا موضه ولا جمال ولا شكل ولا معنى ولا منظر ولا بتاع وانا رايحه ازور حد متوفي في المقابر. ده بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا بقى فكره البنات اللي احنا شفنا لهم ايه كذا فيديو ابتدوا يحاولوا يقلدوا وانا رايحه المقابر. لا يا جماعه، لا لا بقى، لا بجد، ده بقى مش هزار. يعني الترند جنن الناس بس مش لهنا، يا عيب. فالاهالي بقى اللي بتتفرج علينا، اللي انا متاكده مليون في المليون ان هو فيديو زي كده مش هيعجبهم ومش هيقبلوا بيه. بس شوفوا البنات، لان احنا ابتدينا نشوف ده بقى ايه، حد لقط الفيديو وابتدوا يعملوا زيها، يمكن حد يفرقع، يمكن حد يطلع ترند فيقولوا بصوا معرفش مين بيعمل اوتفيت المقابر. كارثه. فبس ايه، ناخد بالنا. وصاحبة طبعا الفيديو ده، انت اكيد عندك مشكله، يعني اكيد في حاجه. وانا بنصح اللي حواليكي اللي بيحبوكي وبيخافوا عليكي ويهمهم مصلحتك، ويهمهم ان انت لما تقفي قدام ربنا سبحانه وتعالى تبقي على الاقل مش عامله الحاجات يعني حرمه ميت. يعني احنا كبرنا على دي حرمه الميت. انا بسمع الجمله دي من وانا بنت عيله اي قد كده، من ساعه ما جدتي الله يرحمها ام ابويا توفت. فانا بنصح اي حد حوالين البنوته دي انه يديها نصيحه، انه بس راجعي نفسك. عايزه تطلعي ترند اطلعي ترند، عاوزه تعملي اوتفيت او طقم لبس لاي حاجه في الدنيا، انت حره، لكي مطلق الحريه، محدش يحكم على حد. لكن كده لا. بس كده. مشاهدتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات، عندنا حلقه طويله فيها ضيوف كتير وفيها فقرات كتير وفيها حاجات كتير وحكايات كتير، لكن تعالوا نبدا بتقرير بسيط جدا نرجع لكم من هي وبس. صاحبة مشروع دوتس. أنا بعمل مكرميات ستايل جديد، مش الحاجات المتعارف عليها، بحاول أعمل حاجات مودرن أكتر. دي مكرمية صغيرة، ممكن مثلا تاخد وقت 3 ساعات تقريبا. في حاجات تانية طبعا أكبر بتاخد وقت أكبر، بس دي من الحاجات السهلة شوية. أنا بدأت المشروع بتاعي، أنا أولاً عندي 3 أطفال، فدايماً كنت بحس إن أنا عايزة أعمل حاجة
جنب ان انا اكون ام وان انا اكون زوجه وكده، فكنت حابه دايما ان انا يكون عندي زي حاجه خاصه بيا. فانا عندي الثلاث اطفال صغيرين، ما كانش هينفع ابدا ان انا انزل واسيبهم او كده، فكنت دايما بدور على حاجه من البيت. جربت كذا حاجه، جربت شنط بالخرز، وجربت يعني جربت اعمل كذا حاجه. فاكتر حاجه شدتني قوي ان انا الديكورات والبوهو والحاجات دي. حسيت ان انا يعني حابه ان انا اكتشف فيها حاجات جديده. فابتديت اتعلم اجيب فيديوهات من على اليوتيوب ومن على بنترست. عرفت ايه الماتيريال اللي بتتجاب وازاي ابتدي اشتغل وازاي ابتدي اعمل حاجات. جربت الاول في حاجات بسيطه، وبعدين ابتديت اتعلم غرز وحاجات في المكرميات، وبقيت اعمل حاجات مختلفه. انا اتعلمت اونلاين لوحدي في مثلا شهر ابتديت اشتغل حاجات لوحدي كتير. بس يعني كل مره كنت بتحسن اكتر في الاول. طبعا ما كانتش بتطلع مني الحاجه احسن حاجه. اي حد عايز يبتدي ما يفكرش كتير وما يخافش، يبتدي يدور، يشوف هو يتفرج، يشوف هو شغفه هيروح لفين او هو حابب يبتدي في ايه. ما يقلقش من حاجه. احنا كلنا بنحاول بناخد كل حاجه واحده واحده وبنحاول نتعلمها. منورانا ومشرفانا خبيرة المظهر جيسي الخولي، منوره الدنيا كلها. ثانك يو. ميرسي. جيسي طلعت معانا قبل كده ايوه مع جيسي، ايوه. وبعدين احنا عرفنا انها خبيرة مظهر او ستايلست، فقلنا اهلا وسهلا بيها. ميرسي. لانه بعد رمضان بيحصل ان الناس بتتجوز كتير، او في اخر يوم في رمضان مظبوط. وفي العيد تلاقي ناس كتير قوي بتتجوز وكاتب كتاب وحركات وزفه وهلال. كعروسه ببقى عارفه هلبس ايه، كمعزومه في الفرح ببقى عارفه هلبس ايه، لكن موضوع الخطوبه وكتب الكتاب ده الحكايه بتبقى محيره شويه كتير. ايوه فحضرتك النهارده عامله لنا اوتفيتس او لبس مظبوط اقدر البسه او اغش الفكره، صح، ولو عندي كتب كتاب اروح بالشكل ده بالظبط صح كده؟ صح كده. يلا بينا بقى ايه واحده واحده يلا وحضرتك بينا. تعلقي لنا عليها. اوكي. اول بيس معانا بقى، قولي لي رايك الاول. خطيره خطيره. بصي بقى يا ستي، دي الفكره اللي هي فيري فيري ترندي دلوقتي، حته الاكسسوارز اللي بتتحط للبليزر. اوكي. كل الشغل اللي على الايبولات ده ممكن يتشال ويتركب حاجات تانية، بحيث ان انا البليزر لوحده ساده اقدر استخدمه باكتر من طريقه. يعني انت البليزر الاسود اللي فوق ده ساده اصلا؟ البيس اوف اكسسوارز اللي على الشولد على الكتاف الاكسسوارات دي بتتشال وتتحط، دي مربوطه من ورا زي ما تقولي كده بلاين فيه باستك فتله مثلا؟ لا باستك كده بيتشبك بطريقه وبيتشال. وشارياهم منين؟ يعني جايباهم منين؟ لا من ده هنا؟ كاستمايز. دي في ديزاينر اسمها جاني ديزاينز، هي اللي بتعملهم. هي متخصصه فيهم. كذا حاجه معانا كذا حاجه من عندها النهارده، اكسسوارز ولبس حلو. وده يتلبس؟ ايوه. لا ثاني معلش، انا ارجعي لي معلش. سوري ايم سو سوري. لفي لي بس بليز. ده هيتلبس يتراح بيكاتب الكتاب. لفي كده بحلاوتك دي. ايوه خلاص. وبرده زي ما حضرتك عارفه، اغلب الناس دلوقتي شويه منهم سنا يعني بيحبوا بعد كتب الكتاب يروحوا اوتنج، فهي هتروح شايله ده وهتنزل بالشميز بالكورست اللي تحتيه الساتان وشكرا. بالظبط. خلاص. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو سو ماتش. اللي بعده وشيك ومحترم. ثانك يو. تاني بيس بقى. طيب
بصي بقى يا ستي، البيس دي عايزه اقول لك الجامب سوت دي بتتلبس بثلاث طرق. اوكي، طبعا احنا عشان خاطر زي ما حضرتك لسه قايله احنا داخلين بتوين سيزونز، ما بين الشتاء وما بين الربيع وهيبقى فيه شويه برد شويه حر وكده اهو. فدي هنبقى لابسين الفور، وبعدها ممكن تقلعي لنا سنه. لا مش هينفع. مش هينفع. لا مش هينفع. طيب خلاص. هو باين. هو باين الموديل باين. طيب هما التو سترابس اللي مربوطين على الجنب هما بيتفكوا، ممكن يتربطوا تو لاينز كده ستريت ويتعملوا بفيونكه من ورا الظهر، يا اما بيتلبسوا كده وبتلفي كروس وتعملي بيلتس وتعملي عقده من قدام بالظبط. فهو يعني اتس فيري كرييتيف، وتقدري تلبسيه بكذا طريقه. عملي اقدر البسه بكذا طريقه. ده لونه ذهبي ولا فضي يا جيسي؟ ده لونه ذهبي. هو لميه يعني، عارفه يدي لميع كده. يدي زي ما يدي زي الفل. حلو، هو لونه خطوبه كده يعني، فرحه اللي فيه فرحه كده. ماشي ماشي. وبرده الاوتنج هشيل الفور زي ما وعيش حياتك. عيشي حياتك. طيب تالت بيس معانا. حلو قوي ده. دي جامب سوت بليسيه. طبعا الهيلز يعني ممكن راوند او بوينتد. اوكي، والفور بيتلبس فيري كيوت مع البيرلز في الرقبه، مع البيرلز الحلق معانا. تحفه. لفي فيري ديسنت قوي، شيك قوي ومحترم. هتخلصي تروحي خروجتك تقلعي الفور لو عايزه وتعيشي حياتك. بالظبط كده. تحفه. والابي والفكره ان هو قصير مدي بالظبط. مدي ايه يا جاسي؟ مدي شياكه على شياكه واللي هو كوكيت يعني، مش عارفه اسمها ايه بالعربي. عروسه كده. عروسه بالظبط. ايوه. والحاجات دي بقى متوفره هنا عندنا في مصر مش كده؟ الجامب سوت مصري، الجامب سوت اللي عمليه قبلها برضه مصري. برافو. اوكي برافو. البوليرو هو اللي مستورد. هقول لك البيسز بقى كده، اي حاجه طالعه مصري هقول لك عليها على طول. تمام. اوكي. حلو قوي. بصي بقى، طبعا عارفه السكيرتس معانا بجميع الاطوال طبعا. لو حد يعني محجب هيلبس السكيرت اطول طبعا. الجوب طويله. بالظبط، الجوب طويله. الكراب بليزر معانا، الورده اللي على الرقبه موضه بشكل رهيب، هي والفيونكات. الشوكرز، الورده فيونكه ده هوريكي. بتهزري؟ هوريكي. واستنى نشوف الورده كده. هوريكي الورده. يا سيدي. لا انا عايزاكي تشوفيها. أيوة. بصي كده كام 3. ده صغير على الحب جامد. أيوة. جدا. ايوه. ايه اللذاذه دي؟ فبيدي شياكه كده اهوت مع الكراب بليزر. انا على فكره عامله لك برضو ستايلينج كذا واحد بالكراب بليزر ده، بحيث اي بيس تشتريها اي بيس اعرف اعمل لها ستايلينج اكتر من مره، مش كل مره انزل اجيب حاجه جديده. لا، هشيل من على الدولاب وهطعمه بحاجه تانية وانزل بالطقم كامل. برافو. برافو. يجنن. وبرضو الهيلز مطعمينها بحته الذهبي اللي في الجنب، بحيث ان بس الورده دي عامله حته حاجه جديده. ايوه بالظبط. الجزمه مضايقاكي ولا ايه؟ مضايقاكي؟ ها؟ ضيقه ولا واسعه ولا واسعه؟ عارفه باين انت بتقاومي وانت داخله، فاهمه؟ تحفه. بصي بقى، احنا اجبرناها على الجزمه بصراحه، لان هي اكتر حاجه بتبقى ضايقه honestly speaking يعني. ماشي. تقدري بقى تلفي لي ثانيه واحده بس اشرح حاجه. طيب هي طبعا البيس كلها بتتكلم في الحته اللي فوق الشراشيب. مظبوط. هي وانت مش لابسه غير بيزك اسود ومطعمه بالفضي اللي هو الحزام والشنطه والشراشيب. لفتي عشان هي بتشرح بس يبان على الكاميرا. انا سوري. مطعمه يعني هم درجتين لعبه بيهم، مخلصه الاوتفيت كله في الحركات، اكسسوري صح مع اسود وخلاص. طبعا الشعب المصري بيحب الاسود اكتر حاجه. والحركات دي في التوب ولا ده ايه ولا فاهمين؟ لا، ده بوليرو. ده هو ده البوليرو اللي هو انت ملبساها عليه بالظبط. فهي السالوبات كات. وهو طب والفيديو لو محجبه تعمل ايه يا جيسي؟ هتلبس من تحتيها ولا حاجه، هتلبس البادي من تحت، بدل ما انا ملبسه لها كات هتلبسه هيكول وكم اسود بس كده وخلاص. وتلبس طرحه ايه؟ هتلبس الطرحه. بصي، هتلبس الطرحه بعتقد سودا يعني، عشان خاطر هي البوبينج هنا هو الفضي الحزام بالراحه بالراحه بالراحه. ما فيش حد مستعجلك. لا سوري
معلش يا بنتي، معلش يا حبيبتي، شياكه بتاع شياكه عنوان. اتفضلي. اوكي طيب. الجزم ايه؟ لا. واو. طب متوترين مكهرباهم على الصبح. طيب دي سات كده. دي اللذيذه بتاعتها ان هي طبعا ممكن الواحد ينزل بيها كومبلي كده على بعضه، ممكن هتفصليهم عن بعض وتلعبي كل بيس لوحدها، كل قطعه لوحدها، كل قطعه لوحدها. لو محجبه هتلبسي شوميز من تحت وخلاص خلصنا. لونه ايه؟ تلبسي اسود ولا ابيض؟ اسود او اوف وايت. بصي ديبيندز على السكين تون، على لون بشرتها هيبقى ايه اللي بينور وشها اكتر. في ناس الاسود بينور لهم، في ناس الابيض او اوف وايت بينور لهم. صح. فهي خلاص هي لابسه. وده فضي ولا ذهبي؟ معلش. لا ده برضو ذهبي لامي. هي الخامه دي اسمها لامي. اللي هو الواحد ما بيعرفش يحدد ده ايه، بس هي تنفع. طيب يلا الف مبروك للعروسين. ايوه ودي مصري برضو. مصري برضو من جيني ديزاينز. معانا الورده رجعت تاني، بس المره دي باللولي خطير. هو خلاص انت واخده بالك ان دي نفس الجامب سوت اللي احنا كنا لابسينها من شويه تحت البوليرو الفور. انا لعبت بيها ده السالوفات. خليتيها تقلع الفر الابيض الكروبت القصير ولبسنا عليه وتلبس الاسود. والورده فكيناها بقى من حطيناها هنا اهو وحطيناها في اللولي. لفي بقى بحلاوتك كده تشوفي هي عامله ايه. والطلاق معانا من قبل كده. والبتاع اللولي ده ايه ده جيسي؟ ده جاني ديزاينز برضو اكسسوارز هو، والجامب سوت برضو معانا مصري من جاني ديزاينز. برافو. لا المصريين تطوروا جامد. ايوه. والحته البيضاء اللي انت عاملاها دي اختراعك انت. اللولي ده. أيوة. انا بحب اطعم احط يعني ام تاتشنج اب، اطعمها يعني بالمصري. ان الحاجات اللي عندي بدل ما انزل اشتري جديد او بليزر مشغول او اي حاجه، فواي نوت ابقى لعبه بالاكسسوارز، هدي اكتر من لوك ببليزر واحد بس. وهي الورود والاكسسوارات والحركات دي نازله موضه دلوقتي. موضه جدا 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 جدا. طيب يعني. ماشي يلا هتشوفيها قريبا للاسواق. الله على اللي جاي. ايوه انا مبسوطه انك عاجبك الحاجه. الله على اللي جاي. لا ده تحفه. مين فيكم؟ تعالي. طب تعالي. طيب طبعا زي ما حضرتك عارفه احنا اكتر من سن بيروح كاتب كتاب. مظبوط. ما ينفعش يبقى حد 20s و30s هيلبس زي حد 40 20 و30 ما ينفعش زي الاربعينات والستينات بالظبط. حلو. طبعا السوتاج البليزر ده الشغل اللي فيه اسمه سوتاج، ده من اكتر الحاجات اللي بيليق مع السن الكبير وبيدي شيكه. طبعا اللون ده كمان فيري ترندي معانا، موضه جدا. فهو خلاص هو ده هو كامل كده، هو مش محتاجه تحط اي حاجه، هتلبس اسود من تحت لونه يجنن وخلاص خلصنا. انا لبست ونزلت وتمام خلاص زي الفل. يلا بس كده. يلا اللي بعده. برافو يا جيسي، برافو. ثانك يو. رجعنا تاني بالكروبت بليزر بتاعنا اللي كنا لابسينه من شويه بالظبط كده. ايه ده ملبساها ايه؟ لا موضه ما اقولكيش بقى كده والله. لا لفي كده والله. شوف بقى. والله ايه لا يا جماعه والله العظيم. البسها كده من غير قميص كده؟ هتلبسيها كمان قميص. لو محجبه هتحطي شميز من تحت القميص. بس الستات هتلبس كرافات. والله وممكن كمان، بس انا نسيته للاسف، البن الدبوس اللي يتحط برضو يبقى الماظ او حاجه كده. يتحط كده في نص الكرافات، هيدي شياكه ان هي بتاعت بالليل وخلاص كده. دبوس. الرجاله هي اللي كانت بتلبس الدبوس في الجاكيت. لا احنا هنلبسه في الكرافات. هنلبسه في النص. ايه اللذاذه دي. بص شكل الكرافات هي خطيره. فيري ادجي لوك، وان الواحد يقدر ببساطه بشويه اكسسوارز ياخد الاوتفيت في حته تانية خالص. وانتي عملتي يعني انا شايفه كذا لبس انتي عملتي اعاده تدوير ليه في ثانيه الا ربع، عملتيه ستايلينج بحاجه تانية خالص. بالظبط. يلا بينا. ما هو ده الفن، ان انا ما اشتريش حاجات كتير، انا ازاي اوظف الحاجات اللي عندي في الدولاب. الفيونكه جت، شوتي فيونكه لورا. ايوه توبارات كده لورا بالظبط، شوتيهم لورا. ودي موضه برضو؟ موضه جدا. البنطلون نزليه على الهيلز. بصي بقى
شفتي احنا معانا نفس البليزر والبنطلون، انا بلعب بالاكسسوارز بس يا جماعه، بدي بيس فوق وبيس تحت، خلاص انا خلصت توتال ديفرنت لوك. والشنطه ممكن اشوف الالمازات اللي في الشنطه، الفيونكه اللي في الشنطه، اوري للكاميرا والكاميرا بتوري الناحيه الثانيه واشلفي. أيوة. سوري ايدك، لا شيلي ايدك. ايوه على الفيونكه. زي الفيونكه برضو البيس بتاعت الفيونكه جاني ديزاينز معانا. وانت اللي مع حطاها؟ الشنطة. انت اللي حطاها على الشنطه؟ الشنطه مستورده، بس انا قصدي انت انا اللي مجمعهم مع بعض. انت مجمعهم على بعض. انا شفت الفيونكه اللي على الشنطه، وبصراحه انا رحت مكلمه جاني ديزاينز، انا عايزه كاستمايزد فيونكه فعملوا لك الفيونكه على عملوا لي الفيونكه وخلاص، اسود في اسود، شكرا. عملنا شويه اكسسوارز، مش هروح اشتري لبس جديد، انا هشتري شويه اكسسوارات اطعم بيها اللبس بتاعي. خلاص طلعت بتوتال ديفرنت لوك. انت شايفه بس ده ما ينفعش المحجبه. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ ازاي الفيونكه دي هتعمل فيها ايه؟ بصي بقى ساعتها الفيونكه دي هتتلبس على ايه رايك؟ برافو. انا لسه ماشيه بنفس هو انت ما غيرتيش حاجه، ما غيرناش حاجه. يعني هم طعمين ثلاثه اللي عملنا بيهم الفقره. لفي كده، لفي. ما هي الفكره في ستايلينج بقى، ان انا ازاي ما اشتريش لبس كتير. هي بشويه ايتمز معايا لعبت ووفرت وطلعت لوكس جديده. واعاده التدوير بقى، اعاده تدوير الحاجات اللي عندي، اعاده تدوير الحاجات اللي عندي. وانت عاده بتعملي كده؟ عندك شغل بتعملي كده، بتاخدي الحاجات وتعملي اعاده تدوير؟ برافو. ده انت موفره جدا جدا والله. لا بس بصرف كتير جدا. ما اكيد الهدوم بتصرف. ايوه بس يعني برافو. يلا شكرا. يلا شكرا. ها يلا اللي بعده. ده نفس الجاكيته القصيره هي تاني يا جماعه. يبقى احنا مره طلعنا بالسكيرت خطير، ومره طلعنا بالبنطلون، ومره طلعنا بالتايجر. خطير بالتايجر. ومعانا برضو نفس الهيلز معانا من قبل كده، ما كلفتش. ونفس التوب من لا البنطلون مستورد مش مصري. خلاص بقى. برضو لعبت بالاكسسوارز بس. والتوب من تحت على فكره هي ما غيرتوش من اول ما دخلت. من ساعه ما دخلت هو يعني كانت فوق قصدي يعني. برافو بس برافو. فهي متوليه النهارده الكروبت بليزر، البليزر القصير وانتي بتغيري عليه وانا بغير عليه. برافو برافو برافو. بس هنا بقى المحجبه تشيل الذهبي ده. المحجبه هتنزل شويه الكوليه لتحت. حلو. وهتلبس الشميز من تحت. قميص بقى ولا حاجه زي اللي انا لابساها؟ هتجرب. في حد ممكن يبقى عريض فلازم هيكسر، كل ما تكسري كده بتكسري العرض. لو حد كنز هيبقى لا، ما دي فقره ثانيه بقى. دي بتاعت ازاي هتداري دفايات جسمك وكل حد هيلبس ايه. يعني لو حد عريض شويه هقدر لازم اقطع اكتر من مره عشان ما بينش ان هو عريض. يبقى هلبس الشميز وهنزل بالكوليه. حبيت اقطع كمان كده بحيث ان كل الكاتنجز دي بتقلل الفوكسنج على عرض البودي شيب، التركيز انه في عرض في الجسم. بالظبط. طيب انما لو حد كنز خلاص انت هتلبسي الهاي كول وهتطعميه بالكوليه. وبرضه حط الكوليه الذهبي. تحطي كوليه اهو كده مش هشيله. لا مش هنشيله، هو معانا. برافو جيسي، نورتينا. ثانك يو. وحاجاتك حلوه وعجبني، بس مش فكره الستايلينج، لكن كمان عجبني فكره ان انا مش هكلف، يعني هكلف في الاكسسوارات اللي انا اعرف برضه طعم بيها حاجات تانية بالظبط كده، بس مش هشتري لبس كتير. ايوه برافو يا جيسي اخوي، نورتي الدنيا كلها. مشاهداتي الاعزاء وبناتي الحبيبات، فواصل قصير جدا نرجع لكم من هنا وبس. منورانا ومشرفانا، وهي يعني كل مره تقول لك انا ببقى قاعده متوتره، بس ايه، انا بسال السؤال من هنا وهي تفضل تتكلم ما فيش حد يعرف يعني يوقف. منورانا ومشرفانا اخصائيه التغذيه استاذه مها يوسف، منوره الدنيا كلها. ميرسي يا حبيبتي. بصي يا مها، اطفالنا اولادنا فلذت كبدنا، هيجيبوا لنا المراره خلاص. تمام. واحتمال الطحال يدخل كردون مباني معاهم من ان احنا مش عارفين ناكلهم عدل. هم عايزين ياكلوا وجبتين.
تمام. يا بطاطس محمره قصدي اسمها ايه في الزيت، بانيه وفراخ بانيه ومكرونه، يا ياكلوا البتاع اللي هي في المعلبه دي ولا خضار ولا رز ولا شرب ولا حاجات مفيده. ازاي نعود اولادنا وبناتنا اطفالنا ان احنا نحطهم على الطريق الصحيح بحيث ان هم ياكلوا كويس، ياكلوا عدل؟ تمام، حلو قوي. لازم الام شويه الاول تتعب، يعني ما ينفعش انها تستسهل. مش عايز ياكل، طب خلاص هحمر لك بطاطس محمره علشان ياكل وخلاص. الاستسهال ده هو اللي بيوصلنا للمرحله دي. تمام. احنا الاول لازم نعرف ان الاطفال دول يعني ماليبل جدا، هم مرنين، سهل ان انت تشكليهم. فمن وهم صغيرين لازم تبتدي ان انت تتكلمي معاهم وتعرفيهم ايه الاكل الصحي، لان هم هيستجيبوا لاي حاجه انت ممكن تقوليها. خلي بالك الطفل وهو صغير ما عندوش وعي، هو عنده بس لا وعي. يعني لو انت جيتي قلتي له مثلا ايه، خلي بالك الدهون دي حاجه مضره لجسمنا، الدهون دي بتتخن، الدهون دي ممكن تعملي تصلب في الشرايين، هو هيقعد يسمع منك الكلام ده وهيكبر هيبقى عارف ومقتنع ان فعلا الدهون دي حاجه مش كويسه، لان هو ما عندوش منطق، هو ما يقدرش يقول صح ده مضر، لا ده مش مضر. فهو هياخد اي كلمه انت هتقوليها ليه على انها حاجه مسلم بيها، خصوصا لو الكلمه دي من الاب او الام او المدرسه. فلازم ان انت تتكلمي مع الطفل وتبتدي ان انت تفهميه ايه الصح من ايه الغلط، هو هيستجيب معاكي جدا، خصوصا كمان لو سنه صغير. طب معلش، انت بتتكلمي في الاطفال اللي هم عندهم كام سنه؟ يعني احنا اولادنا هيفضلوا يسمعوا يعني الكلام اللي انا اقوله ده لحد كام سنه؟ بصي، في جمله الرومان كانوا زمان بيقولوها: give me a child before 7 years old and I'll show you a man. يعني اديني طفل قبل ما يتم ال7 سنين وانا هوريك الرجاله. طب ليه؟ طب هقول لك ليه. لان هو قبل ما يتم 7 سنين بيبقى العقل الباطن عنده مفتوح ان هو يقدر يستقبل منك اي معلومه وكمان هيستجيب ليها. فاحنا لحد قبل 7 سنين احنا دايما نقعد نفهم الاطفال ايه الاكل الصحي، ان احنا لازم نكبر، ان احنا لازم جسمنا يبقى قوي. مش انت عايز تبقى زي محمد صلاح يبقى لازم تاكل كويس، لازم تاكل خضار. طول ما انت قاعده دايما تفكريه. طب ولو بعد 7 سنين نعمل ايه؟ فات الاوان؟ بيبقى طبعا اصعب بكتير من انك انت تتعاملي معاه قبل 7 سنين. ايوه، اعمل ايه بعد 7 سنين؟ برضه هتقعدي برضه تعرفيه. اولا لازم ان احنا ما نستسهلش موضوع البانيه والمكرونه زي ما انت قلتي، لازم نعودهم ان في حاجه اسمها خضار. ما ينفعش الام ما بتبقاش بتحب الخضار وهي قاعده قدام الطفل، لا انا ما بحبش الخضار ما باكلوش وعايزه ابني ياكل خضار. طب هو هياكله ازاي اذا كان انت شخصيا قاعده قدامه بتقولي انا ما بحبش الخضار؟ فاهمه قصدي؟ لازم تدخلي له اكل صحي، لازم تلعبيه رياضه، الرياضه بتبني جسمه وبتقوي عضلاته وبتفتح نفسه. لازم تعوديه ان اهم حاجه في اكله هي البروتين، بعد كده الخضار، واخر حاجه هي النشويات. لازم يتعلم الكونسبت ده، لازم يعرف ان الاكل الصحي اكتر ان انا اكل خضار، اكل فاكهه، الفيتامينز بتاعتي بتيجي من الاكل ده. ما افرضي طبخت خضار ورز وما اتاكلش؟ ما تاكليهوش. نعم، ما تاكليهوش، هو لما هيجوع هياكل. احنا بصي انت قلتي ايه، لما بطبخ الاكل وما بياكلش فانت بتستسهلي وتدي له حاجه تانية. لازم تعوديه ان الاكل ده بمواعيد. ما ينفعش ان انا ابقى فاتحه في اي وقت يقول لي انا جعان اقوم مدياله اكل، ما ينفعش يقول لي انا جعان اديله بسكوتيه، ما ينفعش يقول لي انا جعان اديله كيكه. لا يا حبيبي استنى، الاكل لسه قدامه ساعه. هيقعد معاكي على الغدا وهو جعان هياكل، لكن انت هتفضلي كل شويه تديله في حاجات تاكليه، فاكيد طبيعي هيجي ساعه الاكل هو اوريدي شبعان، ما انت مدياله اكل. طب الولاد بتقعد على ترابيزه السفره معاها او مثلا لما يتحط لهم الاكل يجوا ياكلوا معلقه الرز بالخضار، يقول لك ما بحبش السبانخ، ما بحبش القلاص، ما بحبش الملوخيه، ما بحبش ما بحبش الخضار، مش هاكله، هاكل رز بس ساده. اعمل انا بقى ايه هنا ساعتها؟ حاولي غيري له في شكله، غيري له في طريقه الطبخ بتاعته. ساعات بقول له بصي، لما بيجي عندي في العياده مثلا حد يقول ايه انا ابني ما بياكلش خضار خالص، اقول زي ايه مثلا؟ تقولي بسله، اضربيها في الخلاط، اضربي الخضار في الخلاط واعمليه زي الصوص كده مثلا على المكرونه او زي الصوص على الرز، هياكله. يعني حاولي ان انت تفكري اديهوله ازاي. لو هو مش عاجبه كده، ساعات الاطفال بترفض الاكل عشان مثلا ريحته، عشان شكله، ساعات عشان لونه، فانت تحاولي تشوفي ايه اللي مضايقه وتغيريه له، هيستجيب معاكي. اساله يعني، اساله انت ايه اللي مش عاجبك؟ انت مش بتحبه ليه؟ لازم تتكلمي معاه. الطفل دايما بيحب ان هو يحس ان انا كبير، انا عامليني على اني كبير، ما تعاملينيش على اني عيل. اتكلمي معايا، طب انت ايه اللي مش عاجبك فيه؟ طب تيجي نعمل كذا، طب ما تيجي تدخل معايا المطبخ نطبخه احنا، صدقيني هيستجيب معاكي. طب انت كنت لسه بتقولي دلوقتي ان الطفل لما يجي يجوع
عايز ياكل حاجه تصبيره اقول له لا ليه؟ ما هو جعان، فانا المفروض اديله حاجه يتصبر بيها لحد ما علشان ياكل على الغدا. ما هو انت لو وصلتيه، هو مثلا فاضل ساعه على الغدا، لو وصلتيه ان هو يبقى جعان على الغدا يبقى هياكل معاكي. لكن لو انت اديتيله التصبيره دي ما هو هيشبع. خلي بالك معده الطفل قد كده صغنطوطه، فانت هتديله حاجه بسيطه هيشبع منك. هيجي ياكل، هتيجي تقعديه على الاكل مش هياكل معاكي. ده لحد 7 سنين برضو ولا ده؟ لا ده عامه. عامه الطفل لحد 8 سنين 9 سنين لا، نظمي له وجباته وعرفيني مش في اي وقت احنا المفروض ناكل. المواعيد بتاعه الاكل مهمه جدا ان انا اثبتها، في فطار، في غدا، في عشاء. ما اقعدش بقى طول ما انا قاعده في وسط النهار اقعد ادي بقى في بطاطس وكيك وبسكوت. الجدود مثلا تدي الطفل لجدته، هي بتعبر عن حبها للطفل بالاكل. تروحي تودي ابنك عند جدته يومين يرجع لك زايد 5 كيلو. حش 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 في الاكل. صح. ادي كيك، ادي بسكوت، ادي اي حاجه، ادي له اكل. لا ما ينفعش. اولا عشان وزنه ما يزيدش، ثانيا لازم يعرف ان زي ما قلت لك الوجبات ليها مواعيد عشان يجوع. ما انت طول ما انت عماله تديله في اكل، هيجي ساعه الاكل بقى وهو محطوط قدامه فراخ ورز وخضار، هياكل ليه؟ هو عايز الكيكه، عايز الشيبسي اللي انت بتديهوله. طيب بعد ال7 8 سنين امشي بنفس الطريقه اللي انت بتقوليها؟ خلاص بقى هيبقى يعني كبر، هتبقي عودتيه. 12 و13 و14 سنه امشي برضو بنفس الروتين بتاع؟ لا خلاص بقى هو هيبقى كبر، هو فاهم. احنا بقى بانيينه من بدري، احنا بانيين معاه الاكل من بدري ومعرفينه من بدري. اكيد ما 12 13 سنه ده خلاص، ده دخل على سن المراهقه. بس في ناس بتتفرج عليكي يمكن ما كانش عندها الثقافه دي ولسه بتتفرج عليكي حالا ولسه عندها الفكره دي، فهنا اللي عندهم 12 و13 و10 سنين تعمل ايه؟ لا لازم ياكل، يعني لازم تتكلم معاه ان هو لازم ياكل. لا 12 و13 سنه بيبقى صعب ان هم ما ياكلوش، بيبقوا كبروا خلاص، بيبقوا لا خلاص انه يقدر ان هو ياكل. احنا دايما عندنا المشكله من سن 2 لحد 7 سنين، هي دي دايما الفتره اللي احنا ما بنعرفش نسيطر عليهم في الاكل. لا ما انت مش فاهمين. انا دلوقتي لو انا بنتي كبرت على عاده ان انا مش هاكل خضار مثلا على سبيل المثال وانا كنت موافقاها، لا خلاص انت خلاص انت بوظتي، خلاص انت قاعده بوظتيها خلاص. ولا اضرب في الخلاط بقى لا ولا لا الشغل اللي خلاص، انت لا خلاص ان شاء الله بقى ربنا يسهل بقى، ربنا بجد مفيش امل. خلاص اصلها كبرت على كده، وانت قاعده 13 سنه ما بتاكليش بنتك خضار، وجيتي تفوقي بعد 13 سنه انا عايزه اكلها خضار. لا خلاص، كل اللي انت بنيتي خلاص، انت بنيتي قاعده غلط خلاص. فاستحملي. عشان كده دايما نقول نلحق الاطفال من قبل 7 سنين من بدري. ايه اهم وجبه في وجبات الاطفال؟ ال3 وجبات في الاطفال مهمه. الطفل لازم ياكل ال3 وجبات، ولازم يبقى فيها خضار، لازم يبقى فيها بروتين، لازم ياكل كويس جدا علشان هو الطفل ده بيبقى في مرحله نمو. اي حاجه هتوقعيها هتاثر على نموه، بالذات الفيتامينات، بالذات الخضار والفاكهه، الفيتامينات والمعادن. بالذات عندك معدنين مهمين جدا لو نقصوا عند الطفل بيعملوا مشكله، الحديد والزنك. دول مهمين جدا عشان نمو الطفل. اولا الحديد لان هو اللي بيشيل الاكسجين ويوصله لكل الخلايا عشان تقوم بوظيفتها، فبالتالي هو اللي بيوصل الاكسجين للمخ. فلو انت ما اديتيلوش وجباته او عنده انيميا، بالذات احنا الاطفال المصريين تقريبا كلهم عندهم انيميا، فهتلاقي دايما عنده الاي كيو بتاعه ضعيف، هتلاقي دايما ذكائه مش كويس، تحصيله في المدرسه مش كويس، نموه مش كويس. هتلاقيه دايما ما بيكبرش حجمه، هتلاقيه في الفصل مثلا بتاعه حجمه اقل من اصحابه او اقل اللي في عمره. ناكله ايه بقى؟ الزنك والحديد بالذات، المعدنين دول. الحديد عندك مثلا اللحمه، عندك الكبده. مش هقدر اجيب لحمه وكبده، ما عنديش انا ظروفي ما تسمحش، اكلي حبوب كامله، اكلي بقوليات، اكلي عدس، اكلي فول، اكلي حمص. الزنك اكلي عندك مكسرات، مش قادره اجيب مكسرات، اكلي سوداني، اكلي كبده. يعني تهتمي بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللي في الخضار والفاكهه. خلي بالك احنا ربنا خلق لنا الفاكهه والخضار دول يعني السورس الرئيسي للفيتامينات والمعادن اللي جسمنا كلنا كبار وصغيرين محتاجها. مش لازم اروح اصرف لي 1000 جنيه في علبه فيتامين قد كده عشان ابني ما بياكلش، اديله كيميكالز عشان ما بياكلش. طب ما تاكليه، اقعدي طولي بالك شويه، استحملي شويه، جمدي قلبك شويه عليه، تديلوش حلويات كتير. حلويات بتسد شهيه الاطفال. حاولي تلعبيه رياضه. كل الحاجات دي بتساعد. في الدراسات الحديثه لسه على نفس المنهج بتاعنا بتاع زمان، انه الالبان ومشتقاتها والبيض مهمين للاطفال. طبعا طبعا. احنا ربنا خلقنا بيقول لك نرضع 2 سنين
معنى كده ان اللبن ده فيه كل القيم الغذائيه اللي الطفل محتاجها. فطبعا البيض مهم جدا لنمو الاطفال، اولا فيه فوسفوليبيد مهم جدا لمخ الاطفال، ده غير ان فيه فيتامين دي مهم جدا لمناعتهم، ومهم كمان عشان عظمهم واسنانهم. البيض طبعا فيتامين د وفوسفوليبيد، يعني كويس لمخهم وكويس كمان لعظمهم واسنانهم. طيب لو العيال بقى ما تحبش مثلا البيض المسلوق، نعمل بيض اومليت، بيض ما اعرفش، بيض خضار، بيض بالظبط، كل ده يدي نوعي نفس الكلام اللي قلناه في الاول، نوعي في الاكل، مش كل يوم ادي بيض ادي بيض ادي بيض، لا نوعي في الاكل. لا انا قصدي دي مره نفس اومليت، النتيجة. مره سكرامبلد، مره بالمشروم، مره بالزيتون، طب تيجي نعمله زي البيتزا، طب تيجي نعمله مش هتدخليه في حاجات في وصفات تانية. يعني لازم الام تبتكر، تبقى قاعده فاضيه ان هي بتبني كائن، هي بتبني شخص. وعلى فكره البنى بتاعها ده وهو صغير هو اللي هيفرق معاه طول عمره. هي بتبني صحته اول 7 سنين، هم دول اللي هيأثروا على صحته بعد كده. فاهمه قصدي؟ هنا بقى لا يفقد القيمه الغذائيه لو انا حولت الاكل عملته بطرق مختلفه للاطفال؟ لا لا لا. لا لا. طيب الحاجه الاخيره، العيال كلها بتبقى شبطانه في علب العصير المعلبه. انت عارفه انت علب العصير اللي انت قلتي عليها انت بتدي له ايه؟ انت بتدي له ميه بسكر. انت ومواد حافظه. السكر ده من اخطر الحاجات اللي، بصي انا لو جيت قلت لك دلوقتي ان في حاجه هي سبب المشاكل والامراض اللي بتحصل للاطفال، هي سبب ان ما يبقاش عنده طاقه، ما يبقاش عنده تركيز، على طول عصبي، ما عندوش انرجي اللي يعمل حاجه. لو الحاجه دي قلت لك ان هي بتسبب له كل المشاكل دي، ولو انا بطلتها الطفل ده هيبقى زي الفل، هتبطليها ولا لا؟ هو ده السكر. احنا بنتعامل مع السكر او مع الحلويات او مع العصائر ان هي تريتس. انا بشجع ابني بالله، لو عملت كذا هجيب لك حاجه حلوه، لو عملت كذا هدي لك الشوكولاتايه دي. ما ينفعش اتعامل مع الطفل على ان الاستمتاع دايما او التريتس بتاعك بالسكر. ده حاجه غلط جدا. لازم اعلمه لا، ان في حاجه اسمها اكل صحي، لازم ان احنا نلعب رياضه، الاكل بمواعيد، ما اكلش في اي وقت، الاكل ليه مواعيد. لازم الطفل يقعد معايا على السفره عشان يشوفني انا وباباه واحنا بناكل انواع مختلفه او اصناف مختلفه. الطفل بيبقى عنده دايما فضول، هيبقى عايز يقلد باباه ومامته، انتوا بتاكلوا ايه؟ احنا عايزين ناكل زيك. فاهمه قصدي؟ بنقعد دايما الاطفال قدام التلفزيون عشان يتلهوا وياكلوا، ده غلط جدا. دي من اكتر العادات الغلط اللي بنعملها للاطفال، ودي كمان من الحاجات اللي بتخلي الاطفال يبقى عندهم سمنه بعد كده كمان، لانه بيقعد ياكل وهو مش مركز، فكميات الاكل اللي ممكن ياكلها وهو قاعد مشدود لحاجه تبقى كبيره. صح. فاهمه قصدي؟ نورتي يا مريم. ميرسي. حلو. اخر حاجه كمان ختمت بيها دي، ودي مشكله احنا بنعملها كلنا، ان احنا بنخلي الولاد تقعد قدام التلفزيون تاكل علشان ناكلهم، فالحكايه بقى بتروح منهم زي ما احنا كمان ما ينفعش ناكل قدام التلفزيون. مشاهداتي عزيزتي وبناتي الحبيبات، تعالوا نروح لتقرير بسيط ونرجع ليكم من هنا وبس. صاحبة محل ياسمينة، خريجة كلية زراعة جامعة القاهرة قسم هندسة. احنا في منطقة صناعية، فحبيت الأول إن أنا أدخل فكرة الزرع في المكان عندنا، فبدأت الأول إن أنا أجيب زرع الناس بتستخدمه زي الروزماري والزعتر والنعناع والريحان والحاجات دي. بدأت الناس تاخد وفكرة الزرع تخش في العقلية بتاعت الناس شوية، إن هم يعني بدأوا يستخدموا حاجات طبيعية بدل ما هم كانوا بيشتروا الحاجات وكده. فخدت المحل ده مكان صغير، انا بحب الورد جدا، فبدات فيه ان انا اعمل بوكيهات ورد، لان برضو حتى ما عندناش في المكان حاجات زي دي. بدانا نعمل بوكيهات طبيعي الاول، بعد كده بدانا ندخل بوكيهات ورد صناعي مع الزرع طبعا، لان ده كان فكره اساسيه للمكان. ويعني واحده واحده لقينا الناس ان هم مثلا بتطلب هدايا بوكسات، بدأنا نجيب بوكسات، نجيب حاجات مستلزمات العروسة كلها، زي مثلا الهوايات، مناديل كتب الكتاب، طارات، صواني شبكة، الحاجات دي. بدأت أوسع في المكان يعني واحدة واحدة لحد ما بقى بالشكل ده يعني.
تعرضت لانتقادات كتير جدا. اولهم مثلا ان كان اول سؤال انت ليه فاتحه محل في الشارع وانت مثلا مهندسه، فانت ممكن تشتغلي في شركه وتقعدي في مكتب، ليه تتعاملي مع فئه معينه في الشارع؟ ده غير طبعا ان 90% من الفكره عندنا ان احنا اي حد عامل مشروع فلازم يبقى راجل، او ان هو قادر بقى ان هو يتعامل مع الناس، فان البنت مش تقدر تتعامل مع الناس يعني زي الولاد وكده. بس يعني واحده واحده يعني حاولت ادخل فكره ان هو لا، يعني بنت وعامله مشروع وعادي، والناس بدات ان هي كمان تتعامل ان انت بنت ما بتتعاملش معاكي برضو زي ما يكون يعني ولد. وان مش شرط عشان مهندسه فتشتغلي في شركه، لا انت عادي ممكن تبقي مهندسه وعندك حلم او مشروع تبداي ان انت تنفذي فيه وتكبريه. نفسي اشوفها في محل ياسمينة ان انا نفسي يبقى له فروع في كل مصر، وان احنا ندخل ثقافه الزرع في كل مكان، ان الزرع ده يبقى هدايا ويبقى يعني احلى، يعني يعتبر اكتر جفت الواحد ممكن يديها لحد قيمه هي فعلا زرع او بوكيه ورد. فنفسي ان هو يبقى يعني ليه فروع في كل مصر. انت على الهوا، انت قلت عايز عليك نفس الكلام، احنا على الهوا. دكتور وائل عبد العزيز دغستاني، لان هو تقريبا احنا قلنا اول حلقه دكتور وائل دغستاني فهو رجع، صح كده حصل؟ صحيح. فاقول لك انت ازاي ما تقولش عبد العزيز، انا توقعت كده. صح صح صح. دكتور وائل عبد العزيز دغستاني، استشاري جراحه التجميل والترميم، منور الدنيا كلها. منور بيكم واهلا وسهلا بكم. دلوقتي حضرتك دكتور تجميل، صحيح. حضرتك جاي تقول انه التجميل بقى وحش ولا حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ لا انا صرت اقول انه خلاص وصلنا في مرحله من الزمن انه ما يحتاج نعبي وجه الناس دائما فيلر ودائما بوتوكس ونكبر الوجه عشان نوصل لمرحله جماليه اللي احنا نبغاها. اعتقد احنا الان في 2024 عدينا المرحله هذه. منظر اصلا دحين تشوفي كانك لو تشوفي واحده حاطه فيلر كثير ولا فيلر كثير شفايفها في خدودها وزي كذا، تحسي كأنك تتفرج على فيلم قديم. خلاص انتهينا من المرحله هذه. 2024 المحافظه على الشكل انه نمنع كأنك بتوقف الزمن وتوقفي ساعه الزمن. خلاص الحين الاستاذه رضوى شكلها كده حلو ما شاء الله، نبغى صورتها بعد 5 سنين تفضل زي كذا او اصغر شويه من غير ما نكبرها، لانه لو كل شويه حنفضل نحط فيلر 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 تيجي بعد 5 سنين حتيجي الوجه دائري والشكل مو حلو. فالتوجه دحين احنا كل العالم عارفين انه في مؤتمرات الطب والتجميل وكذا. قبل الاسبوع اللي راح في مؤتمر في باريس حضر يمكن 18,000 شخص. كل التوجه انه خلاص نبطل ننفخ ونبدا نحافظ على الشباب او نحاول نرجع البشره الى حالتها الاوليه. فبداوا انا دائما اعترف بالعلم، بداوا يخترعوا اشياء تحافظ على نضاره البشره، تحافظ على سماكه البشره، على الالاستيسيتي حقت البشره. فالحين كل العلم التجميل بيبعد عن الفيلرز وبيتجه الى الريجوفينيشن ولا هي اعاده تاهيل البشره. عشان اكون فهمت صح. أيوه. يعني حضرتك دلوقتي تقول لا ما تحقنوش لا فيلرز ولا بوتوكس، في بدايل ولا الستات هيعمل؟ لا في بدايل وخلاص. حقن الفيلر حتشوفي دحين كل ما يعدي الزمن حيصير حاجه قديمه، كأنك بتتكلمي على تاريخ قديم. خلاص هتروح عليه. خلاص. خلاص. طب ايه البدايل بقى للستات اللي هي بتحقن؟ ايه البدايل؟ اوكي لازم عشان نفكر في الفكره لازم تعرف احنا الناس ليش بيحقنوا فيلر. اللي بيحقن فيلر انه مع التقدم في العمر بتقل الدهون اللي في الوجه، بنفس الجلد سماكته قاعده تخف. فدحين الفكره كيف تحافظ الوحده مثلا تبغاها تتقدم في العمر بس تحافظ على دهون وجهها، تبغيها تتقدم في العمر وتحافظ على سماكه جلدها. هذه هي البرودكتس ولا الاشياء الان الجديده اللي تحافظ على هذا. فيصير العمر يتقدم لكن الخلايا في الوجه ولا الوجه نفسه ما يفهم ان العمر بيتقدم. فالوحده عمرها يعدي ولكن محافظه على شبابها وعلى على رونق الشباب. أيوة كيف الاشياء هذه تصير؟ مو هو سحر. الخلايا شفتي كل ما نكبر كل ما جلدنا ينحف، صح ولا لا؟ مزبوط. كيف ينحف؟ في بعض الانزيمات تبدا الجسم يفرزها اقل
الخلايا التجدد يصير فيها ابطا من اللازم. فالبرودكتس الجديده هذه تخلي الجسم يبدا، ايوه المنتجات هذه تخلي الجسم يبدا يصلح نفسه بنفسه. كيف يبدا يصلح نفسه؟ في الخلايا اللي هي مسؤول عن هذا الشيء انتاجها يكون اقل، كفاءتها اقل، فهذه المنتجات تخلي كفاءتها ترجع كأننا شباب اصغر اول، فيصير العمر يعدي واحنا ما لاحظنا انه تغير في تغيرات في الوجه. دي حقن يعني؟ شوفي في وسائل كثير، في حقن، في اجهزه، في ليزرات، كلها اشياء تجتمع مع بعض فيصير الوحده. شفتي لما يكون في سياره وتكون عندها صيانه كل سنه ولا كل 6 شهور زي كده، الان هذه هي الفكره الاساسيه. الشخص اللي بيحافظ على شبابه لازم يبدا يروح يصير عنده برنامج او خطه علاجيه ينتظم عليها عشان يقدر يحافظ على شبابه. عشان كده تشوفي واحده مهتمه في بشرتها وواحده مو مهتمه في بشرتها، ما تقدري تقولي انه بعد 2 سنين الاثنين تقول لك والله نتيجه وجههم حيكونوا زي بعض. لا، اللي مهتمه في نفسها، اللي بتصرف على نفسها من ناحيه رياضه، من ناحيه اكل صحي، من ناحيه منتجات تحطها، طبعا بعد 2 سنين حتلاقي وجهها محافظ على شبابه، محافظ على شكله، محافظ على الدهون اللي فيه، محافظ على كل شيء. اللي مهمله نفسها طبعا حتلاقيها كبرت وحتلاقي شكلها اختلف تماما تماما. فالموضوع ما نسميه صيانه او تسميه متابعه ولا اهتمام مستمر بكل بساطه. طيب انا فهمت. دلوقتي بقى اللي بتتفرج علينا لما تيجي تروح للدكتور عشان تقول له الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي، صحيح، تقول له يا اعمل لي ايه؟ يعني فاهمني؟ شوف المشكله ايش؟ طبيعه الانسان انسان مستعجل. الاشياء هذه عشان تبان نتيجتها تاخذ وقت. صح. انتوا يا ستات صعب معاكم التعامل. لا كده بقى يا دكتور وتقولي انتوا يا ستات احنا بنتكلم صعب التعامل في النقطة هذه. تجيكي واحدة زواجها بعد اسبوع. ايوه ماشي، دي عروسة. طب عروسة يعني عروسة صحيت لقت نفسها عروسة في 2 3 شهر شهرين ما تصير عروسة، صح ولا لا؟ تجيكي قبلها بيوم ويومين تقول لك يا دكتور انا فرحي بعد بكرة. مو منطق. ولا تجيكي ام العروس اللي يكونوا، شوفي هم يكونوا مشغولين في كل الهيصه، اوكي، بس اهم شيء في الموضوع نفسها. فلما تهتم في نفسها من بدري حتشوفي النتائج. شوفي بعض الصور دحين حوريكم، هي حتشوفي هذه اشياء من غير ما سوينا فيلرز وصاروا شكلهم. طب عايزه أصغر. اشوف الصور يلا عشان انا افهم بس حضرتك اكتر، لان انا ايه يعني مش فاهم. تفضلوا. يلا هنتفضل اهو. اوكي، شوفي الصورة وهي عمرها 29 سنة وعمرها 39 سنة، اوكي، وهي عمرها 39 سنة بالمحفزات حقت الكولاجين تقريبا شكلها نفس عمرها وهي 29 سنة. اسمها محفزات ايه؟ الكولاجين. جلدنا يحتوي على مادة الكولاجين اللي تحافظ على سماكة الجلد وعلى رطوبة الجلد. كل ما نكبر يخف الكولاجين هذا. فلما تغذي الكولاجين بالاشياء اللي هو يحتاجها يقوم جسمك ما يفهم انه قاعد يكبر، يفضل محافظ على نفسه. وهذا هو الهدف الان الجديد. ونحافظ عليها اللي هي بالشرب دي اللي هي لا، اللي تشربيه هذه كأنك قاعده تشربي مويه، لانك لما تشربيه الاسيديتي ولا الحموضه الامعاء بتلغي الفائده منه وبتروح. فهو نفسيا الناس ينبسطوا منه، بس الحقيقه الدراسات تقول لك الكولاجين اللي ينشرب هذا زي المويه. اهي دي مشكلتي بقى. طيب خلينا نتكلم على شيئين في الصورة هذه. أيوة. نتكلم على الشفايف، طيب، ونتكلم على الخط حق ايوه دي مشكلتي، ما انا بقول. اوكي، لا انت ما عندك مشكلة هذه. لا هو اهي. بس شوفي هنا العلم الجديد في الشفايف مثلا، اوكي، الفرق بصعوبة تقول لي اية قبل واية بعد، اوكي، بس احنا اللي شايفين اللي على الشمال هي اللي بعد واللي على اليمين هي اللي قبل، اوكي. هذه ما كبرنا شفايفها، هذه اديناها نضارة، اعطيناها شفت الخطوط اللي في الشفايف، هذه تبغيها تروح، بس ما تبغي لما تطالعي في واحده من الجنب تلاقي شفايفها طالعه هنا. زمان كان المنظر الشفايف الكبير حلو، هذه منظر انيق مرتب. عملت ايه؟ عملت لها هذه حطت نوع من انواع الاشياء اللي تنحقن، غرضها الاساسي ليس تكبير الشفايف، او غرضها الاساسي انها تجيب سوائل لمنطقه الشفايف فتصير مشحطه، تصير مشدوده اكثر. كولاجين يعني زي اللي قبله ولا لا؟ نفس الفكره تقريبا. نفس الفكره. نفس الفكره. طب والخط ده؟ الخط هذا
اللي في عندنا الحاله هذه انحقنت هنا فيلر عشان تخففها، اوكي. بس انه المفروض في العلم الجديد انه ما يصير الحقن هنا، قلت لك انه يصير خلاص في انهانس ولا زياده كولاجين في الوجه كله، فيصير هذا يرتفع اوتوماتيكيا وتخف هذه. نفس شفت اللي قد تكلمنا عن الخيوط، الخيوط حقت الكسالة اللي ما في يستنى ويسوي بسرعه، يحط الخيطين وشد هذه وانتهى الموضوع، احلى من الفيلر. لكن اللي قلت لك اللي تخش في بروجرام، اللي تخش في عندها جدول لنفسها كل 6 شهور كل كم شهر تتفق مع طبيبه حيسوي لها اجراء كده بعدين كده بعدين كده، ما حتوصل للمرحله هذه. حلو. ايه بقى اللي كده وبعدين كده وبعدين كده ده؟ اللي هو ايش بالضبط؟ لا ده يعني طيب اوكي خليني اقول لك. طب خلينا نروح الصوره اللي بعدها انا يلا اوريك. يلا مش عايز يفهمني، مش عارفه ليه هو مش عايز يفهمني ليه، مش عايز دي معلومات. ها اوكي هذه اللي هي خلاص خلصنا منها. هذه اللي هي صور قبل 2 3 كانت تعتبر شيء جميل. الان في نظره الجمال الجديده انه هذه الصور خلاص خلصنا منها، احنا ما نبغى نوصل للمرحله هذه. تبي مرحله طبيعيه اكثر، الجمال طبيعي اكثر. حلو. اللي بعده. اللي بعده هذه بنوريكم انه كيف الالاستيسيتي اللي هو مرونة الجلد. كل واحد ما يكبر يخف عنده الكولاجين والمادة الثانية اسمها الالاستين، فيصير الجلد يطيح. انت تبغي مرونة الجلد يكون رجوع المرونة اقوى. طبيعي انه الواحد تقل عنده الحكاية هذه. لمن يحط محفزات الكولاجين يصير خلاص. حتشوفي في صورة، لو يروح الصورة اللي بعدها كيف قبل وبعد كان وجهها ينشد بعدين يصير ما ينشد. اهي شوف الفرق كيف تقريبا بين الصورتين. هذه 3 شهور، هذه ما حطينا لها فيلر ولا شيء زي كذا، بس انه حافظنا على مرونة البشرة عندها. وده بيقعد قد ايه محفزات الكولاجين ده؟ هي تقعد على حسب انت قديش كنت تسويها، ما تقدر تسويها مرة واحدة في السنة وتقولي انا ححافظ. لازم تسويها كل 4 شهور كل 6 شهور حسب من بشرة لبشرة وحسب النوع اللي تستخدميه. في تفاصيل كتير في الموضوع، بس هو الفكرة العامة هذه اللي أنا أبغى أوصلها، إنه لازم الوحدة تهتم في نفسها، وعشان تهرب إنها تعبي وجهها فيلر وتكبر وجهها لازم تحافظ على مرونة جلدها، تحافظ على الكولاجين اللي في جسمها بالأكل الصحي وببعض الأشياء اللي إحنا نحقنها. ما تكبر. ترى هذه المواد غالبا هي بودرة، نحط فيها شوية موية عشان نقدر نحقن البودرة تحت الجلد، والبودرة هذه هي اللي تحفز الخلايا اللي تطلع الكولاجين أكثر. فما هي فيلر، ما هي مواد معبئة، ما تكبر الوجه، ما تديكي فوليوم. تشتغل على الكولاجين اللي تحت الجلد بالضبط، فهي اللي تشد الوش لوحدها. أحسنتي. بس إيش عيبها؟ في منطقة بقى معينة. إيش عيبها؟ إيش عيبها إنها بقى؟ تاخذ وقت، إنه ما تقدر تسويها اليوم وتقولي نتيجتها تجيكي بعد أسبوع، صعب. تاخد وقت قد إيه بقى؟ عشان تشوفي النتيجة بالك أقل شيء 4 أسابيع. شهر. أيوه. طب ما ده بقى في تمام. كويس. أول واحدة تقول كده ترى. كل الناس قلت لك يجوكي دكتور زواجي الأسبوع الجاي ولا عندي حفلة تخرجي بعد 2 3، ما يستنوا. اللي يستنوا دائما نتيجتهم أحلى، اللي يكونوا مخططين للعناية في وجههم أو في بشرتهم حتشوفيهم دائما أحلى. الإنسان المرتب دائما أفضل من الإنسان العشوائي الغير مرتب في جميع أمور الحياة. صحيح. طيب ودي بقى المادة دي تدخل في تنحقن يعني ايه، تدخل في البشرة تشتغل على الكولاجين كله بتاع الوش، ولا حضرتك بتحقن في حتت معينة؟ لا نحقن في منطقة الوجه كاملة. اوكي. فيصير اول شيء نحافظ فيه على سماكة الجلد. خليني اشرح لك شيء برضه حلو. روحي لوحدة كبيرة في السن. اوكي. واحدة من الجدات روحي شوفيها، حتلاقي جلدها شفاف. حتشوفي العروق تحت جلدها، تشوفي كل شيء تحت جلدها. هذا ليش بيصير؟ لانه الجلد قاعد ينحف. اوكي. شفتي هذه كأنك عبيتيها فيلرز. مظبوط. هذه ما عبيناها فيلر، هذا حسنا الكولاجين عندها فقط لا غير. بس انها عشان توصل المرحله هذه يبغى لها سنه، بس ما عبيناها فيلرز. بس هذا رجوع الى جمالها ولا طبيعه وجهها بطريقه طبيعيه من غير ما نعبيها فيلرز، لانه لو عبيناها فيلرز ما حنوقف. هذه لا، خلاص حافظت على سماكه بشرتها وطلعت. شو حسيتيها؟ صحصحت، كانت يعني تقريبا
ما اعرف ايش اقول الكلمه، بس انه فرقت. سؤال، تفضلي. عشان حضرتك تعملها من هنا لدي، فحضرتك ايه بتحقن في بوينتس معينه مثلا في لا هي ولا شوفي الحقن فيه بطريقتين، يلا. تحقني بالابره ماشي. وتحقني بالكانيولا، هي زي الانبوب، تخوف شويه. ما يوجع والله، الابره توجع اكثر من الانبوب. الانبوب لانه يعدي من تحت الجلد ويروح تحت يوزع الماده بطريقه متساويه، الماده تلصق في الجلد من تحت، فتحفز الكولاجين او تحفز الخلايا اللي تطلع الكولاجين، فيطلع الكولاجين اكثر، فيصير الجلد سماكته اكثر. طيب وحضرتك بسيطه اشياء. وحضرتك بتحط واحده هنا وواحده هنا مثلا، ولا هي بس حقنه يعني، هي كانيولا أيوة، واحده؟ هي كانيولا واحده ونمشيها في المنطقه، وتمشيها في المنطقه، تقعد بقى تعمل نوصل بإيدك حتى يعني؟ نوصل حتى للمنطقه هذه، لانه لو تلاحظي في ناس لما يكبروا عندهم هذه المنطقه تدخل على جوا، على دي؟ ايوه. اوكي. تشوفي الناس كل ما يكبر واحد في السن هذا، حتى كذا احيانا نعبي فيلر هنا، فنحن عشان نحافظ عليها ما نعبي فيلر ولا نوصل مرحله الفيلر، فنعبي بالمحفزات الكولاجين، نحب ده ايه يا دكتور ده؟ نفس الشيء. شوفي هذا الرجال اللي تحت، اوكي؟ هذا عمره 40 سنه، لو تبان الصوره مضبوط، الحقيقه لو شوفي شكله اكبر من 40 سنه، اوكي؟ بسبب تدخين، بسبب ضغوطات العمل، بسبب عدم الاهتمام في نفسه زي كذا. الرجال هذا صح فجاه وقرر انه يبغى يعني يحس انه لسه شباب، فبدا يسوي الاشياء هذه. الصوره الاولى اللي على اليمين تقريبا بعد شهرين، ولا بعد حوالي سنتين. لو تشوفي بعد سنتين شكله اصغر من هو وعمره 40 سنه، يعني عمره 42 شكله اصغر من عمره 40. ليش؟ اهتم في نفسه بالطريقه هذه من غير ما نحط له فيلرز. دي حاجه في منتهى اللذاذه. وده ده ينفع اي فئه عمريه؟ شوفي انت من الناس اللي دائما تطالع في هذا وتفكري فيه، اوكي؟ شوفي اللي فوقه عمرها 50 سنه، شوفيها بعد سنتين، يعني عمرها 50. ايوه، شوفيها بعد سنتين وعمرها 52 شكلها عمرها اصغر من اللي عمرها 50. هنا التطور وهنا الفن. عارف بقى هقول هنا التطور وهنا الفرق امتى؟ متى؟ لما تعملوا الحاجات دي من غير حقن. ببالك ساحر. ها؟ ببالك تجيبي ساحر من بعيد كده نقرا عليهم. انا عايزه ساحر. لا شوفي في اجهزه، انا عارفه، انا لسه كنت بقول لك في الفصل ان انا بستخدمها، صح؟ ايوه في الاجهزه. الفكره الاساسيه انت تبغي جسمك يحفز كولاجين اكثر، عشان الكولاجين هو اللي كل ما يعدي بين العمر كل ما يقل، فتبغي يحفز الكولاجين اكثر. في نقطه مهمه، انا دائما الناس يستغربوا، تجيني واحده تقول لي انا حاسه ذبلانه وكذا، اول شيء اقول لها وريني يدك، ابغى اشوف لون كفها. الناس اللي الهيموجلوبين عندهم قليل ما تقدر تديهم نظاره، ما اقدر اديهم ايه؟ نظاره ما تدي، مستحيل يكون. تعرف الهيموجلوبين اللي هو الدم، لو نسبه الدم عندك اقل من 10 فوجهك يكون شاحب. هذول مهما تسوي له، الاساس عندهم تعبان، فهذول اول شيء لازم يحسنوا هيموجلوبينهم، ياخذوا حديد، ياخذوا يشوفوا ايش السبب. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده بقى هذه واحده كانت مسويه شد وجه. شد وجه؟ أيه. شد وش؟ شد وجه جراحي. اوكي. انا ارغبت لغه عندك ولغه عندي. اتفضل. طيب وحدفت شمال لانه طلع دكتور كده. ايوه كلام. اوكي. فزمان اثار الندبات الغير جيده كنا نتورط فيها وما نقدر نعالجها كويس. حلو. الان في بعض المنتجات اللي تحقنيها تساعد على رجوع الجلد الى اقرب الى طبيعته الاساسيه. قلت لك في خلايا في طبيعه الانسان، في خلايا بتموت وفي خلايا بتعيش وخلايا تخرب وزي كذا. الان في مواد يسموها الاكسوزومز. شفتي؟ عشان كذا بقول لك العلم بيتطور. كان قبل سنتين ثلاثه نتكلم على الخلايا الجذعيه، الجلد. الحين العلم راح مرحله ابعد، راح الى الاكسوزومز. الاكسوزومز عباره عن حويصلات صغيره موجوده في جسم الانسان تروح للخلايا الخربانه تصلحها بسرعه. فدحين تطوروا صار يقدروا يصنعوا الخلايا الحويصلات هذه ونحقنها. فصرنا نتحكم في مثلا اثار حب الشباب، اثار الاكسوزوم صارت زي شفت السحر اللي بقول لك عليه. أيوه. صارت ينحقن في الوجه يودي اثار حب الشباب، يدي نضاره، يدي زي كذا. ينحقن في الشعر يرجع الشعر
كثافته تتحسن، يرجع بعض لا. ايوه. فهذا دحين لما تروح المؤتمرات التجميل كل 90% من المؤتمرات يتكلموا على الاكسوزوم اكسوزومز. طب ولو حد عامل عمليه وعنده الندبات او شفتي الاثار؟ ايوه شفتها، هي ما شاء الله كانه مش عامل حاجه. من ايش لايش؟ من ده لده. أيوة. بعد قد ايه من العمليه يا دكتور؟ لو حد النهارده عامل عمليه يحقن الحاجات اللي حضرتك قلت عليها؟ ايوه الاكسوزومز. اهو الاكسوزوم ده. اول شيء مو كل احد لازم ينحقنها، في ناس يلقموا كويس وما يحتاجوا ولا شيء. اللي عنده مشكله، اللي حدفت شمال مع اول ما تحدف شمال على طول، ما يمكن بعدها باسبوع ولا باسبوعين على طول يبدا يحقن. بعد العمليه ما الناس متى اللي يسوي عمليات مثلا شد صدر ولا حلو. شد وجه، متى يفتح الجرح عندهم؟ على اسبوعين 3 بعد العمليه تبدا المشاكل هذه تبان. اوكي، اول اسبوع اسبوعين يمشي الحال، بعدين اللي حيطلع لهم مشاكل يطلع لهم بالنهايه ثاني اسبوع الى ثالث اسبوع. حلو. اذا عدوها وما صار مشاكل خلاص ما يحتاجوا يحقنوا. لكن لا يفتح جرحهم ويرجع يقفل ويخشوا في الطريق اللي ما زبطت معاهم. اول ما يسكر الجرح خلاص يبداوا يحقنوا الاكسوزوم عشان يطلع شكله حلو. وممكن تنحقن بطريقه عشان تسرع التئام الجرح. هي مواد اكتشفوها او حويصلات تساعد على ترميم الخلايا بسرعه. اسمها ايه؟ اكسوزومز. اكسوزومز. ايوه، شوفي دحين الاسم كيف غريب تسمعيه اول مره. عشان أنا لسه بعد كم شهر خلاص حيصير كل الناس يعرفوا الكلمه هذه، لانه حينتشر انتشار مره قوي رهيب. اي. انت هتفتح عندنا هنا ولا مش ناوي بقى ولا ايه القصه بقى؟ وقت ما تبغى تجيب لنا بقى بس موجوده هذه. تجيب لنا الاكسوزومز دي. استاذه رضوى احنا اليوم هنا في يعني انا عندي حفره، الاكسوزوم دي تودي الحفره؟ حتشوف. انا اقول لك زمان كانت الخلايا الجذعيه تاخذ 4 شهور 5 شهور عشان تشوف النتيجه. حلو. اكسوزوم اسبوعين 3 انت شايف النتيجه على طول. حقن برضه. اي نورت. الناس بتستفيد الا انا عشان تبقى فاهم يعني. ممكن يسووها بالديرمو رولر، ممكن يسووها مع اي ممكن تسوى بالدير، بس الفائده منها في الحقن مش هتبقى في الحقن. اي بس تظل احسن من غيرها. في ناس في الاجهزه اللي هي المايكرو نيدلينج زي المورفيس والسكالبترا والاشياء هذه. طيب اللي هي مايكرو نيدلينج وفيها طاقه تطلع معها راديو فريكونسي. المهم الاشياء الاجهزه المتطوره. اوكي، يعني مش لازم الحقنه تدخل، ممكن لا مو اللي لازم. هي ايوه، فممكن وانت جاي المره الجايه تجيب لي معاك 2 كيلو اكسوزوم لو سمحت، عشان عندي كذا حفره. بس احفظ اسمها اكسوزومز. اكسوزومز لو كيلو اكسوزومز وانت جاي المره الجايه. حبه كده. طب هات لي عشان انا عندي بس حفرتين هنا مجننني. طب والله لازم تجربيها. نعملها على الهوا مثلا؟ اوف والله نعملها. ليش لا والله. نمسح الميك اب تعرفي ايش يصير اختبار راحت ولا ما راحت؟ لا انا اقدر اكذب فيها ولا احد يقدر يكذب فيها. بس انا هقول. ايوه طبعا هقول. مو حتروح حتوري. ايوه هوري. ايوه بقول لك اختبار، ترى مو انا اللي صنعت الشركه. انا ماشي. بس انا ماشي. اؤمن انا مبدئيا اؤمن انها من جد تفرق. انا اللي قادره على التحدي والمواجهه اعملها عادي، بس من غير احلى الحقن. شيء احلى شيء بالديرما. اوكي يس يس ديل. ماشي ديل. ماشي يا دكتور، ماشي. نورت الدنيا كلها. منوره بيك. وميرسي على وجودك دايما معانا. شكرا وميرسي ان انت كمان. يعني الحقيقه احنا عندنا فقره التجميل دي فقره ثابته في ال8 مواسم. كل يوم، مش كل يوم بيبقى عندنا دكاتره، بس عاده كل اسبوع او 2 دايما بنتكلم على الحاجات الحديثه. الحقيقه بصراحه انه انت سابق شويه يعني. تطلع بقى باريس تجيب تجيب العلم الجديد وتيجي، فانت سابق شويه. اسمها ايه؟ اكسوزوم. دكتور وائل عبد العزيز دغستاني، نورت الدنيا كلها. منوره بيكم. نحفظ كلنا بقى اكسوزومز. نحفظ كلنا اللي بتحقن بقى ولا بتاع دي بقى الاختراع السحر اللي احنا شفناه ده، وربنا يستر علينا جميعا. مشاهدتي اعزائي وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس. هل في بعض من الرجال لما حالتهم المادية تتحسن، زي ما بيقولوا كده بالبلدي، ربنا يفتح عليهم ويبقى معاه عربية و2 و3 وبدل البيت 10 وبدل المحل صغير سلسلة محلات والتجارة القليلة تبقى حاجات كتير،
يفكر اول حاجه او من اول الحاجات اللي يبتدي يعملها لما ايه الدنيا تتزهزه معاه انه يخلص من مراته ويجيب حاجه بقى حلوه كده بقى صغيره بقى اصغر منها ب 20 25 سنه عشان يدندش حياته ويرفه عن نفسه. او مثلا يفكر مثلا يروح مثلا يتجوز عليها مثلا واحده اصغر منها ب 35 سنه او 40 سنه يقول لها ان ربنا بقى فتح عليا وكده، ولا لا الراجل بيته اسرته مراته عياله شغله يحترم جدا انه مراته كانت معاه بتكافح معاه شريكته في الحياه فيكتفي بمراته. احنا مش عارفين، احنا مش مع ولا ضد، وهنشوف القصه شكلها عامل ازاي دلوقتي. الاول نرحب باستاذه، هما اتنين لابسين اخضر، دي صدفه لان هما ما يعرفوش بعض. استاذه سلوى عبد الغفار صانعه المحتوى منوره الدنيا كلها. استاذه رشا مجدي خبيره عنايه بالبشره منوره الدنيا كلها. نما الى علمي سيادتك انه حضرتك مع انه الراجل لما الاحوال الماديه تبقى كويسه يقدر يستعين باخرى. لا طبعا العكس. امال لا، وليه يستعين باخرى؟ مش شرط على فكره. امال يعمل ليه ايه؟ دايما حاطين الرجاله في خانه قله الاصل؟ الرجاله بعضهم هو دي قله اصل؟ ليه دايما حاطين الرجاله كده؟ كده؟ الاصل ايه؟ الراجل اللي امكانياته كانت تجيب طب ما هو ممكن الفيرجن ده بيحبها، ممكن يشتري عربيه جديده، ممكن يشتري موبايل جديد، ممكن يسافر، ممكن يعمل اي حاجه تانية غير ان هو يتجوز. يعني انت مش مع الفكره بتاعت انه الراجل لما احواله الماديه تبقى احسن وماله برضه؟ انا مع التعدد، وده ملوش علاقه برضه. انت مع الايه؟ التعدد وملوش علاقه. لا احنا كده ايه؟ احنا منفذين، احنا كده متلخبطين، انا كده اتلخبطت. انت مع التعدد ان جوزك يتجوز عليكي يا حبيبتي؟ وماله؟ حقه. طب وهتغيري بقى ولا مش هتغيري؟ اغير ليه؟ ما هو معايا الفتره اللي هو موجود معايا، فانا غير ليه؟ ما هو بتاعي لوحدي. هو ايه يا حبيبتي؟ بتاعي لوحدي. بتاعك لوحدك ليه؟ ده كده بالقلب بتاعنا كلنا. ليه؟ ما هو حقه وعنده تعدد، هو ليه 4. مش الشرع حل ال4. مظبوط. طيب لما هو يتجوز 3 عليكي هيبقى بتاعك لوحدك ازاي؟ هيبقى بتاعكم كلكم. ما احنا نعمل جدول بقى. ما هو الست لازم ترتاح يا رب. ثواني بس والله، يعني من غير اي اندهش. تمام؟ الست فينا محتاجه ايه؟ راجل محترم يكون صاينها. عايزه ايه تاني؟ طب وليه لازم الراجل يكون متجوز قبل كده؟ ليه ما يكونش واحد سنجل؟ ما هم كتير سنجل. ما هي دي ارزاق، ده مش بمزاجنا. يمكن انا بحبه، يمكن في كيمياء ما بيننا، يمكن في اي حاجه. الكيمياء حصلت امتى وهو متجوز؟ حقه يا جماعه اللي يتجوز. طالما فتح الباب وهو متزوج يبقى خاين. مش شرط. ليه خاين؟ خاين عشان عايز يتجوز، ولا يزني وحضرتك تعرفي وعادي تطنشي عشان مش عايزاه يتجوز ويمضي على قايمه ويمضي ولاده يعني ولاده هغنيها لك يا سعاد. ولاده احنا على الهوا. يعني حضرتك عادي ان حضرتك تتزوجي راجل متجوز يتجوز عليكي 3 وليه 3؟ ويديكي ممكن يوم يتجوز وربع. واحده بس. ليه؟ طب انت هتتشرطي عليه بقى؟ لا حقه. لا هو مش شرط، بس بندي نفسنا لا مش مساحة. شرط. لا شرط. طالما انت قبلتي بالتعدد اقبليه للاخر. هو من حقه يتجوز 4، حطي نفسك في الجدول وبواحده من ال4 خدي يوم وربع. وبرضه مش هعترض. يبقى بتاعك لوحدك ازاي؟ ما عادي، ما هو اليوم اللي بيكون معايا فيه هو بتاعي بس. اكيد مش هدخل في تفاصيل تانية ما تهمنيش. استاذه سلوى، انت بتقولي رايك ده علشان انت زوجه تانية. انا عملت سيرش وعرفت ان حضرتك زوجه تانية. هل انت بتقولي رايك ده علشان تبرري لان انت زوجه تانية؟ هل ده هيفرق ولا ده عن اقتناع؟ انا عن اقتناع. حضرتك زوجه انا تانية؟ شايفه ان الراجل، لا انا شايفه ان الراجل معايا مش محسسني بده. ايوه. حضرتك زوجه تانية؟ ايوه. مش محسسني بده، عمري ما حسيت بده. تخيلي يا رضوى. ما هو معلش يعني هي اللي حست يعني انت خدتيه منها. لا هي اللي حست. عمري ما اعمل كده. امال ازاي؟ مش بيبات عندك يعني؟ بيبات. طب ما هو يبقى مش بيبات في حضنها، يبقى هي اكيد بتحس ان جوزها مش نايم جنبها ومش موجود جنبها. يبقى ازاي هي عمرها ما حست؟ واتاخد منها. يعني عمرها يا جماعه الموضوع مش كده. يعني هو بايت عندك مثلا هي تعبانه وعايزه جوزها يقعد جنبها، ازاي مش هتحس؟ طالما قبلت بالوضع فهي عارفه. محدش هي انتوا مبلغينها. طبعا حقها. طيب انت حاله خاصه ان انت بلغتوها. لا ثانيه ايه دي بس عشان احنا دلوقتي في حته بزنق.
وهي قبلت ليه؟ قبلت علشان هي يعني هل هي الست دي عندها مثلا قدره ماديه مثلا انها تقدر تتطلق وتعيش حياتها ست من بعد؟ جميله وست محترمه وست مثقفه وست متعلمه وما فيهاش اي حاجه. تشتغل بتشتغل وعندها قدره ماديه انها تصرف على نفسها. وليه تصرف على نفسها؟ ما جوزها بيصرف عليها. وهنا النهارده عشان انا اقبل انه جوزي يتزوج عليا عندي شويه حاجات في الليسته لازم تكون متحققه الاول. يعني عشان انا اقدر اقول انه زوجي الاولانيه قابله وموافقه ومبسوطه ومرتاحه، لازم يكون الليسته كده فيها شويه شروط. الشرط الاولاني انها تكون موافقه وهي راضيه عقليا تمام، مشاعر ظبطاها، ماديا معاها، فهي مختاره انها تعيش معاه مش عشان فلوس وعشان يصرف عليها عشان يصرف على العيال. هي مختاره وموافقه ان حضرتك تتجوزي جوزها علشان خاطر هي عايزه مش كده. شرط مش شرط. يعني ازاي؟ يعني مش شرط. يعني لما انا اكون دلوقتي محتاجه الفلوس هضطر اكمل مع جوزي وحابه ان جوزي يتجوز حضرتك علشان انا ما عنديش امكانيات. وفي ناس تاني ما تقدرش تصرف على نفسها، وعلى فكره مش بالماديات. يعني انتوا بتتكلموا مع بعض؟ بتتكلموا مع بعض؟ تدخلوا مع بعض؟ جميله خالص. لا ست جميله والله. مش بنخرج مع بعض مش عشان حاجه، عشان احنا بس احنا ليه بنحصر الموضوع عندك؟ احنا بنتكلم على حالات تانية كتير. لو انت بالنسبه لك الكيس بتاعتك ان هي موافقه اكيد على بعض الناس، مش كل الناس. بعض الناس مش كل الناس، ولكن من حق الراجل انه يتجوز ويعمل اللي هو عايزه. وعلى فكره طيب مش معنى ان معاه فلوس ده ممكن ما يكونش معاه فلوس ويتجوز برضه، ممكن ياخد واحده تصرف عليه. ساعتها هنا هو مش هيبقى راجل، ولكن خلاص حصل. يعني ملوش علاقة الفلوس، ثانيه ملوش بقى ثانيه علاقة. واحده يعني انت النهارده شايفه ان هو لو عنده امكانيات ماديه من حقه التعدد، لكن هو لو ما عندوش امكانيات ماديه وزوجته الثانيه هتصرف عليه ما يبقاش راجل. طبعا. وخاين برضه. لا طب ملوش علاقه بالخيانه. طب والرخصه والتعدد والحق فين حقها؟ طبعا طيب حقها نصرف عليها. هي تنازلت عن حق من حقوقها، هي مشكلتها مش مشكلتي. لا انت دلوقتي بتقولي ان هو لو هو هياخد واحده تصرف عليه فلا ان هو مش من حقه ان هو يتجوز. ليه؟ طب ما هو دي نقره ودي نقره. نقره. كده بقول من حقه عادي، هو طالما قبل خلاص يقدر. من حقه بس ما يبقاش خاين. اصل مش خاين، هو قال لها حبيبتي لا ما يبقاش راجل، مش ما يبقاش خاين اللي مش هتصرف راجل عليه. لو ما بيصرفش على البيت يعني. لو هو قابل ان واحده تصرف عليه طبعا. فين الرجوله في ده؟ ليه؟ يعني انت شايفه ان الرجوله ان هو يتجوز على مراته لما ربنا يديله فلوس، لكن مش من الرجوله ان هو ياخد واحده بتصرف عليه. هو مش ممكن انا يكون معايا فلوس. طب انا هحكي لك موقف حصل امبارح. اتفضلي. انا كنت في قاعده، القعده دي جوزها جايب لها ذهب، جوزها جايب لها عربيه، وفي خناقه قالت له انت مالكش عندي حاجه، لمجرد كاتب باسمها العربيه ومديها الذهب. وهو كاتبهم باسمها عشان هي مراته وتعبت معاه ومع اولاده على فكره. وماله؟ هو ملوش عنده حاجه فعلا. هو هيجي ياخدهم بعد كده؟ لا هو الموضوع انت عارف في الخناقات بيحصل ياما، بس يعني طيب لما اقول لك يكون انا في بقى من ارض الواقع. افضل. اقول لك من ارض الواقع. في الكلينيك عندي في ستات بتجيلي تقول لي احنا اتطلقنا واتبهدلنا، بعد ما حوشنا وطلعنا طوبه طوبه معاه اترمينا من فوق، وفي الاخر احنا كنا بنستخسر نروح نعمل تنظيف بشره. احنا دلوقتي يعني بييجوا يقولوا لي اعملي لنا كل حاجه الفيزا دي فضيها. فضي الفيزا بتاعته. من كتر ما هم حافظوا على فلوسه كتير، وفي الاخر اول ما بقى حاجه راح اتجوز واحده تانية. بيحصل. بس في نقطه صغيره، هو اتجوز الواحده التانية دي امتى؟ هو كان في خيانه في الاول، كان في مكالمات من تحت لتحت، كان في مسجات، كان في تليفونات، فتح الباب انه يخون. فهو في الاول لو بتحتوي، هو لو مش خاين مش هيفتح الباب لواحده تانية برضو. الست لو بتحتوي وشاطره وناصحه لا هتاخد بالها. انت شايفه يعني انت قصدك انه مرات جوزك الخطيره الفظيعه الجميله اللي انت كنت لسه بتشكري فيها ما عرفتش تحتويه وما كانتش ذكيه كفايه انها تحتوي جوزها عشان كده هتجوزك؟ مش تكون تعبانه او عندها مشكله مرضيه لا قدر الله. ماشي. طيب فيرميها بقى ان هو حلوه عشان عندها مشكله. لا بالعكس شايلها فوق دماغه. يبقى مش كل الحالات الست اللي ما بتبقاش فيها ذكيه ومش محتوياه. ممكن يبقى فيه حاله مرضيه، ممكن يبقى هو عينه زايغه، ممكن يبقى هو ما يملاش عينه غير التراب. فاحنا انت كده ما ينفعش، فاهمه؟ ما ينفعش تيجي عند السين وتتكي ولا ايه؟ مش عشان حضرتك عندك حاله خاصه. احنا هفتح دلوقتي مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن ندخل التليفونات. لا انا بتكلم عن السيد الموجود. محكمه الاسره مليانه حالات. ايه السيد الموجود عشان الطلاق ما بيشوفوش على اولادهم. في 1,000,000 حد متجوز بالطريقه دي. هو الطبيعي انه لما انا
اقعد معاه 10 سنين ولا 20 سنه ولا 15 سنه ولا 30 سنه احرم نفسي من اللقمه، ما مين اجيبش قال إن هي حرمة طلباتي؟ نفسها؟ ما عشان كتير انا بيعملوا كده. ست، عشان كتير انا بيعملوا كده. ايوه أنا معاكي. طبعا أنا بكلمك معاكي. طبعا. كتير أنا عشان انا بيعملوا بيجيلي ست حالات بزعل اصيله، عليهم. في ناس تانية ما بتعملش عشان انا كده. ست اصيله فالمفروض ان انا اقف جنب جوزي، فاقف جنب جوزي واحرم نفسي واهتم بمظهره وبشكله، اقول له البس انت يا حبيبي، وانت الساعه يا حبيبي، وانت العربيه وانا هاخد العيال في تاكسي وإيه يا المشكلة حبيبي. الست لما وبعدين تضحي؟ بعد كده بعد كل ده وإيه- بقى اول وإيه لما المشكلة لما ربنا الست لما يكرمه تضحي؟ ويديله فلوس، اتخيل ان هو هيروح يجيب لي الشنطه والعربيه والجزمه لا اللي لا انا حرمت نفسي هيديها منها، مش هيديها. هيتجوز لو عليا. راجل محترم هيديها. المشكله ان الست لما تضحي ايه اللي يا بيحصل؟ أبيض بيتجوز يا عليها. ولاد. تضحي ليه ما هو بقى؟ ده اللي احنا بنقوله. مش شرط تضحي يا ليه؟ جماعه، مش شرط. ده التوبيك مش بتاع الحلقه يا استاذه. هل عادي ان الراجل لما ربنا يكرمه يروح يتجوز على مراته او يقول لها مع السلامه؟ انت ما بتشوفيش النهارده ممكن يروح يعمل لها عمليه تجميل على فكره بالفلوس دي ويخليها يبقى حد تاني خالص. يبقى كتر خيره، يبقى أستاذة يبقى مثلاً. راجل لذيذ ويروح لها على البلاشه بقى هيعمل وينعنشها. لها فيلر، هيعمل لها طب دي لا حاجة- لا هيعمل لها حاجات كتير. دي حصلت معايا لو بقى. راجل بيفهم. حصل معاكي ايه بقى؟ في مره حد جات لي كلاينت بتعمل جلسه اكسجين ومبسوطه، فبقول لها حضرتك عرفتينا منين؟ فقالت لي انا ما اعرفكوش بصراحه، بس انا جوزي حجز لي جلسه عندكم علشان عايز طب ما الرجاله حلوه وقمر اهي. يبقى برافو عليه. ما راحش يتجوز عليها اهو. برافو عليه. ما راحش ما راحش يتجوز يتجوز عليها. ايوه ما راحش يتجوز عليها. كان ممكن يعمل كده، ما يروحش يتجوز، عمل يتجوز ايه؟ مراته. قال لك خلاص انا كل ستي، حد- انا كل انا حد غير مراتي التاني. عجزت او مثلا وشها مثلا ما بقاش زي ما هو، بدل ما اروح اخد واحده واجرحها واضايقها واعرفها انها مريضه او انها عندها مشاكل واصرف بره او ان انا برضه. مش ما عارفه نصرف ايه، جوه طب ما الأول. نصرف جوه على الست اللي وقفت جنبي وساعدتني. وماله؟ يلا انا فتحت الصفحه بتاعتنا هي وبس اللي على الفيسبوك. المنشور بتاعنا بيقول مع ام ضد مقوله اول شيء بغيره الراجل عندما يصبح غنيا هي الزوجه، ونشوف الاراء. الراجل ده مظلوم. نشوف ايه الراجل مظلوم. ده يتعمل مظلوم. فيك كده. والله الراجل ده خلي بالك. مظلوم. جايه انت خلي البرنامج بالك. جايه بس ولا انت أنا بحبك يا انا كمان رضوى. بحبك، بس انا حاسه البرنامج مش لايق معاكي يا ماما. انت جايه في المكان الغلط. يعني رشا مش معقول. طيب ايمان بتقول لك ايمان محمد بيقول لك ضد طبعا يبقى ما عندوش اصل. اوبا. طيب طيب ما حطوا عندوش اصل التليفونات عشان عايزين- اتجوز. عايزين ما عندوش اصل التليفونات. عشان اتجوز تاني. لا يبقى ممكن- عشان لما ربنا كرمه. بصي موضوع الحلقه لما ربنا كرمه. لما ربنا كرمه، ما هو مش شرط يا فهو رضوى. مش معقوله لما ربنا يكرمه وانا احرم نفسي من كل متع وملاذ الدنيا عشان انت تبقى راجل طب سؤال، سعيد هو قال ومتهني لها تحرمي نفسك؟ هو قال لها احرمي نفسك ولا هي اللي عامله كده؟ على فكرة بتضحي. انت كواحده ست مش محتاجه ان جوزك يقول لك خليكي اصيله وجدعه. أكيد. دي تبقى مصيبه سوداء. اكيد. لا لا لا، حلو. ده انا معاكي جدا. فانا النهارده دلوقتي انا اصيله وجدعه من نفسي، البلت ام بتاعي الطبيعي. متوقعه بعد 10 سنين حبيب قلب مامي لما ربنا يكرمه ويسعده ويكرمني ويسعدني هوب يروح يتجوز عليا. هيديها يا اللهم رضوى. صل على النبي. هيديها يا رضوى. بس هيديها كل حاجه. طيب اخد أما مش معقول هو يكون ناخد في حتة بسمه وهي في حتة. ناخد ما يا ينفعش. بسمه يا بسمه حبيبه قلب مامي. السلام عليكم يا عليكم رضوتي. السلام يا روح قلب رضوتك انت. ازيك يا حبيبتي وحشاني. وانت كمان وحشتيني وكلكم توحشوني دايما. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. يلا قولي لنا يا بسمه. بصي يا رضوى. اول حاجه لازم نعترف ان المال فتنه. ماشي. ربنا يجنبنا الفتن. ماشي. فطبعا لما الراجل يبقى معاه زي ما انت بتقولي 10 مرات ومش عارفه ايه وكام عربيه، دي فتنه هيقع فيها. يرجع بقى لاصله بقى بتربيته بقى واخلاصه ووفائه وهو ايه. ماشي. بس برضه ممكن يقع في هذه الفتنه. طيب احنا دلوقتي الموضوع دخل في خيانه ليه؟ انا مش عارف ليه الموضوع دخل في خيانه. هو الموضوع دخل ان هو هيتزوج هيروح يقول لها انا هتزوج ومديها حقها ومديها نص الاملاك اللي طرقت عليه فجاه دي ومديها كل حاجه. والله الست رضت ان يجي عليها زوجه تانية، رضت وكملت معاه الحياه. ما رضتش هتاخد النص اللي هو اداهولها وتتوكل على الله. ما هو بس ما انا عايزه اقول لك مفيش مفاجاه. انا عايزه افاجئك. قولي. ما بياخدوش حاجه منهم. بتقولي ايه غير يا رضوى؟ بومبا. ما بياخدوش نص املاكه. مين راجل؟ هاتيلي لا راجل. ما هو ده بقى، لا ما هو ده اللي احنا بنقول ربنا فتح عليه لازم يدي اللي وقفت ما هو ده معاه. اللي انا بقوله، ما هو ده اللي لا، احنا لا، بنقوله. لا، طب لا، لو ما ما ده اللي ادهاش يا بنقوله. بسمه، لو ما ادهاش نعم؟ حاجه
لا دي بقى خيانه وقله اللهم اصل صل. وقله وفاء اللهم صل على وقله النبي. اخلاص. برافو يا بس. لكن احنا بنتكلم لو هو ربنا فتح عليه وكرم الست اللي وقفت معاه ايام فقر وايام كده هو. أيوة. قال لها يا ستي انا عايزه اتزوج برضه واحده ثانيه. لا احنا بنتكلم لو ربنا كرمه بس ما ادهاش حاجه. لا ده كده ده كده مش محتاجه معاه ولا ده كده قله اخلاص وقله وفاء. شكرا وقلة يا تربية باسم، شكرا يا باسم، شكرا يا باسم، شكرا ما يا باسم. هيسألها على فكرة. طيب. حقها توافق أو ترفض. لما يديها هي قالت لك ايه؟ يديها نص فلوسه. نص فلوسه ده بره مصر بقى مش هنا. لا يديها نص فلوسه، هي مش قعدت معاه العمر ده كله، يديها نص احنا فلوس. بنديها عياله. يعني أنا وبعدين؟ آخد مقابل عشان خاطر يتجوز وما لا يتجوزيش؟ يدينا اول نص فلوس. أنا مش سلعة عشان آخد مقابل عشان كده. ليه انا بنيت معاه حياته، يديني نص فلوسه وبعدين يقول ما هو أنا مش هيا سلعة ولا بطة، قبل للاستبدال. هيا عشان آخد بطة نص فلوسه عايزه ولا تكملي، أقبل ده؟ انا بقى هيبقى معايا فلوسي، عايزه بقى اكمل وهو متجوز، انا كده بكمل يعني أنا معاه هقعد عشان علشان انا الفلوس؟ بحبه. يعني أنا هقعد معاه عشان الفلوس؟ عشان بحبه. يا جماعة إحنا كده احنا مش بنتكلم ليه؟ بنتكلم على الأولى. انت يا ستي لا الأولى احنا هتبقى مش مضطرة. بنتكلم عليكي، بس احنا بنقول ان الاولى دي اللي مثلا مش متعلمه، شكلا مش كويسه، ما خدتش، ما اتعلمتش، مش بالشكل. ما تكون واحده ملكه الجمال ويروح يبص لواحده اقل منها بمراحل. معلش، ما هو بيقول لك ايه، انت خدتي دي ليه؟ يقول لك اصغر منها ب 15 20 سنه وبنت حلوه وانا عايزه اتدلع. ها فيحصل ايه؟ واحده مش متعلمه، ما عندهاش شقه باسمها، ما عندهاش دخل، ما عندهاش فلوس، ما عندهاش وعيالها طولها كل واحد فيهم متجوز في حته. فيحصل ايه حضرتك؟ يحصل حاجه من حاجتين، يا هدلدل راسي وهوافق ان هو يتجوز عليا بدل ما ترمي في الشارع للاسف. ها وبيحصل يا اما وبيحصل يا اما يديني نص فلوسه ويبقى ليا حريه الاختيار، اعيش معززه افرض ما معهوش مكرمه فلوس. مع احنا افرض ما يا معهوش ست فلوس. الكل، ده موضوع الحلقه، انت جايه حضرتك ضيفه يا ست الكل على موضوع الحلقه. لما احواله الماديه يعني تتحسن، يعني معهوش فلوس رايح يتجوز تاني ليه؟ مش عارف بيتجوز مش يفتح بيته ملوش الأول؟ علاقه يا جماعه. مش الفلوس يصرف ملوش على بيته علاقة. ومراته الاول صحيح؟ ما هو بيصرف. لا معهوش فلوس هيروح يتجوز واحده معاها فلوس تصرف مين عليه مين بقى. مين لا مش شرط. اخد مين لا والناس لا زي لا مين؟ مش شرط يا أستاذ. مين يا جماعه؟ صفيه يا صفيه، ازيك يا حبيبتي يا صفصف؟ ازيك يا صفصف؟ ازيك عامله ايه يا انا استاذه رضوى؟ نحمد ربنا الحمد لله في نعمه وفضل. قولي لي يا صفصف بقى رايك ايه؟ هو بالنسبه ان الراجل يتجوز على الست تاني دي تبقى خيانه يعني دنيئه. كلمه ان هو مثلا يتجوز واحده. لا احنا مش هنقول، بصي بصي يا استاذ صفيه، احنا مش، معلش انا اسفه انا بقطع كلام حضرتك على راسي. انا مش هنقدر نقول ان الزواجه الثانيه خناقه دنيئه، لانه الشرع حل الاربعه، فما نقدرش نقول انها خيانه دنيئه. موضوع الحلقه لما زوجك ربنا يكرمه ويبقى معاه فلوس، اول حاجه يعملها ان هو يستغنى عنك او يتجوز عليكي. لا استغنى عني وراح قاعد في شقه لوحدي. ايه حصل ايه؟ استغنى عني وراح قاعد في شقه لوحدي. استغنى عنك وراح قاعد في شقه لوحده. اما راجل محترم علشان ايه بقى؟ انا وقفت معاه ابن ناس، يعني ابن سياد بلد. ايوه، وعشان ايه؟ عشان بيعمل ايه يا ست الكل؟ اسمعها عشان يعمل ايه في شقه لوحده؟ قاعد لوحدي عشان ما يصرفش عليا. عشان ما يصرفش عليكي؟ اللهم صل على النبي. وبعدين حضرتك عملتي ايه؟ مع ان انا كنت بصرف عليه هو قبل ما ربنا يديه وقبل ما يطلع له معاش. تصرفي عليه؟ ست صنايعيه الحمد لله. طب وبعدين عملتي ايه؟ وانا قبلين برضو انا ماسكه صنعتي زي ما انا وسايباه هو براحته. واتطلقتي ولا ما اتطلقتيش؟ لا طبعا انا الاول اتطلقت منه، بعد كده رجعني، بعد كده الناس اتدخلت رجعوه تاني، اتطلقت منه تاني رجعوه تاني. ترجعي له ليه؟ بعد كده خلاص الاخير احنا بقينا ناس كبار دلوقتي، يعني انا سني مثلا دخل على 60 وهو سنه 62 وبياخد معاش وبيخش له في الشهر مبلغ كويس مش وحش. وكل ما اكلم اهله يقولوا هو طبعه كده. ولسه ما بيصرفش عليكي؟ لا ما بيصرفش عليا طبعا، انا مش محتاجه منه حاجه. شكرا يا مدام صفيه، شكرا جزيلا. انت مستفزه الناس. انا؟ والله. ليه بقى؟ ليه بس؟ انا عايزه اقول لك يا استاذه رضوى، ليه بس؟ في واحده بتقول لك انت منرفزاني. اخد وفاء شكلنا نعمل جزء تاني. نعملوا جزء تاني. التليفونات معانا كله بسببك والله العظيم يا رشروشه يا فوفا، مولعوا الحلقه والله يا فوفا. وفاء ده غلبان. غلبان والله الرجاله دول كلهم غلابه. الف سلامه عليكم على الرجاله. والله. يلا والله حبايبنا الرجاله برضه. معلش شيلني فوق راسه. الو. ايوه يا حبيبه قلبي.
معلش ايه يا يا روحي. رودو، ازيك يا روحي؟ عامله ايه يا قلبي؟ انا كويسه فوفا. يلا فوفا قولي لنا رايك ايه بسرعه يا فوفا. انا ضد طبعا يا حبيبتي. ضد؟ لان انا متجوزه بقالي 30 سنه. 30 سنه واتجوز عليا. وحصل ايه؟ وحصل ايه فوفا؟ اتجوز عليا بعد 30 سنه. وبعدين؟ بعد 30 سنه بتقول لك اذا حلالي الزوجه الثانيه بعد 30 سنه شقه معاه، وكنت ببيع حاجات وصرفت على عيال وكبرتهم، وفي الاخر فوجئت ان هو متجوز عليا بعد 30 سنه. ولما اكتشفتي كده عملتي ايه؟ طلبت الطلاق. واتطلقتي؟ لا مش عايز يطلق، بس انا طلبت الطلاق. مش عايز يطلق؟ طب وعرفتي هي مين الزوجه الثانيه دي؟ عمرها قد ايه يا فوفا؟ ده اكبر منه كمان ب 30 سنه. اللي بتقول لك ايوه عشان المدام اللي قاعده بتقول لك ايوه ده ليه حق يتجوز الزوجه الثانيه بعد 30 سنه، ينفع؟ وفي اطفال وجده وربيت له عيالي وشقيت معاه 30 سنه، وفي الاخر يبقى ده جزاتنا؟ لا يا فوفا، ده ما يبقاش جزاتك. شكرا يا فوفا. ما حدش بينكر مجهود ست ربت وقعدت 30 سنه وشقيت وتعبت مع اولادها ومع راجلها، ما حدش بينكر ده. ما هو نكر هو ولكن يمكن هي كانت مقصره. يا جماعه في حاجات كتير جدا جوه البيوت لو شفتوها. ما انت عشان زوجه تانية بتقولي كده، لكن لو كنتي زوجه اولانيه وهو اللي اتجوز عليكي ما كنتيش هتقولي الجمله دي. انت بتدي نفسك مبرر. لا يا رشا انا شخص متصالح مع نفسه. انه عفوا يا سلوى، انا معلش الحاجه عندي ضربت. انت بتدي نفسك مبرر علشان وده حقك. طب مش ما تبقيش عايشه متصالحه مع نفسي وبقول العيوب اللي فيا. ما هو ده مش تصالح. انا عندي عيوب على فكره. انا مش ملاك. انا مش ملاك. انت مش مكان الاولانيه. ما هو انا مش ملاك. انت مش مكان الاولانيه. انت مش مكان الاولانيه. انت ما قعدتيش مع راجل 30 سنه حرمتي نفسك من مش هبل. من الحلق والجاكيت عشان انا مش هقبل غيري قبل عشان هو ياخد الفلوس. هي قبلت يفتح بيها محل لسه ياكلك انت. يعني لسه تكمل. دي اسمها جدعانه واصل. جدعانه واصل. اقبل يعني انت عايزه تروحي تتجوزي راجل غني زوجه ثانيه على الجاهز ومش عايزه تساعدي جوزك في بدايه المشوار وجايه تقولي الرجاله كويسين؟ مش يعني مش يمكن ما يكونش جوزي غني. احنا ناخد جزء تاني. انتوا موافقين ناخد جزء تاني؟ ما عنديش مشكله، بس ما يمكن. بصي يا استاذه رضوى، انا بيجي لي كلاينت كتير والموضوع ده انا لمساه جدا. يعني في واحده مره في الصيف قالت لي كل صيف يروح يقعد في الساحل هو وهي، وانا اقعد بالولاد بهدله اودي اجيب، ما بيبعتش فلوس، الواد ينفسهم في حاجات مش بيرضى يديهم لانه بيصرف على الهري الثانيه. مستفزه وبتطفشوا منها. ما يمكن انا عارفه مش يمكن هي ست معلش معلش يا جماعه انا خلصت الفقره وهعمل جزء تاني من هذه الفقره. خلصت الفقره وخلصت الحلقه ان شاء الله باذن الله. اشوفكم بكره حلقه جديده لو ليا العمر الساعه 6 وهي وبس.